انا بحس انه مهم قوي ان الناس تسمع عن experiences وتجارب ناس تانية سافرت، عشان يعني انت كطالب لسه في اول الطريق، لما تيجي تشوف حد سافر مثلا وبعد كده تيجي تشوف الحاجات اللي الشخص ده عملها، بتحس ان هو شخص خارق. يعني هو شخص انا مستحيل ابقى في الفئة دي يعني. بس اللي ما تعرفوش بقى ان الشخص ده غالبا من 3 4 5 سنين كان غالبا زيك بالظبط، او غالبا في مكان اقل كمان. بس الفكرة بس ان هو فضل ياخد ستيبس صغيرة، ومع السنين الستيبس الصغيرة دي هي اللي قدرت تخليه يوصل لمكان اللي هو فيه دلوقتي يعني. أهلا بيكم يا أصدقائي في بودكاست تأشيرة. أنا اسمي عمر العطر، وفي البودكاست دي أنا بتكلم مع ناس مشت ورا حلمها إنها تسافر برا، وبسلط الضوء على الجوانب الإنسانية في رحلتهم. في الحلقة دي أنا بتكلم مع أسامة حسين. أسامة كان طالب IG في مصر، ودلوقتي هو دبل ميجر في كمبيوتر ساينس والإيكونومكس في جامعة ليبرال آرتس في أمريكا اسمها أوبرلين كوليدج. بمجرد السعي ورا فرص تطوع ومن غير ما يكون عارف هو رايح فين، أسامة اتفتحت له فرص كتير جدا لإكسترا كوريكولار أكتيفيتيز أو نشاطات خارج الدراسة. وفي البودكاست دي أسامة بيتكلم عن كل الصعوبات اللي قابلته والنجاحات اللي حصلت له خلال مسيرته إنه يدور على إكسترا كوريكولار أكتيفيتيز. قصة أسامة عكس ناس كتيرة بتدرس في أمريكا، عشان هو بدأ بالتقديم على جامعات في بلاد تانية زي كندا وإنجلترا وألمانيا، وفي الآخر انتهى بيه المطاف في أمريكا. تعالوا نسمع إيه قصته. أسامة أهلا بيك. شكرا جدا جدا على وجودك معايا النهاردة. عمر، ربنا يخليك. يعني انا excited للبودكاست دي والحلقة دي، ويلا بينا. عظيم جدا. احنا دلوقتي انت في اوبرلين كوليدج مظبوط؟ مظبوط. تمام. في سنة كام دلوقتي؟ انا بخلص سنة تالتة و مهم. آه، وداخل خلاص، فاضل سنة ولا داخل. انت البروجرام بتاعك اه 5 سنين؟ انا 4 سنين، ودلوقتي انا بخلص سنة تالتة، وان شاء الله يعني فاضل لي سنة وهكون خلصت الجامعة يعني. عظيم جدا. وصلنا هنا ازاي؟ عملت ايه؟ ايه قصتك من اول ما فكرت في الموضوع؟ احكي لي بقى ايه يعني البلاتفورم is yours. سؤال حلو. آه، يعني هو قصتي مع studying abroad عامة. آه، مش عارف، هي يعني زي كل الناس اللي يعني اغلب صحابي عامه هنا في الجامعه اللي جم امريكا من بلاد تانية، بحسهم نوعا ما كانوا من زمان هم عارفين ان هم عايزين يجوا امريكا، او عارفين ان هم يعني ايه، ابتدى بقى يشتغل اكسترا كريكولرز من بدري، ابتدى يشتغل بقى SAT من بدري، ابتدى يشتغل ايسايز بتاع هكذا يعني. بس انا حاسس ان قصتي مختلفه شويه يعني. فخليني ابتدي معاك كده من الاول خالص، من اول لما ابتديت افكر ان انا عايز استدي ابرود اصلا يعني. فأنا ابتديت وأنا كنت في أولى ثانوي. كنت ساعتها أنا طالب IG، فكنت لسه كنت ساعتها أول مرة أدخل IG. أنا طول حياتي كنت اللي هو نظام عادي، يعني اللي هو النظام المصري ثانوية عامة عادي، بس في جريد 10 أو في أولى ثانوي دخلت IG. وكان طبعا النظام لسه جديد عليا، كان كل حاجة جديدة هكذا يعني، ولسه بأدجست للنيو سيستم. بس بعد كده اللي حصل اللي أنا كنت مرة من المرات يعني كنت بقلب على يوتيوب، بعد كده شفت فيديو لطالبين في جامعة MIT، يعني 2 إخوات مصريين هناك، وكانوا بيدوا توك في مكتبة الإسكندرية. وكانوا بيتكلموا على كانوا بيتكلموا على their experience abroad، وعلى الحياة في MIT، وعلى الدنيا هناك وبيعملوا إيه، وفاهم بقى، وبيشير صور وبيشير their experience وكل الكلام ده، فاهم. أنا جون وعماد ساعتها ويليامز كنت صح؟ مظبوط يا مادويل. يا جميل. فساعتها الصراحة أنا اتفرجت على فيديو من هنا، اللي هو عارف أنت لما إيه اللي هو، لأ أنا لازم أستدي أبرود، فاهم، اللي هو يعني الفيديو motivated me بطريقة رهيبة يعني. اللي هو لما بقى يعني ادالي perspective الدنيا هناك عاملة إزاي، وإيه الفرق عامل إزاي. هم أصلا ما شاء الله يعني، هم يعني طالبين يعني شاطرين جدا ومتفوقين وكويسين، ويعني فاهم قصدي. وانا على طول يعني انا بحب اللي هو ببقى ايه يعني، فاهم، اطور من نفسي واعمل حاجات يعني يعني تخليني يعني اتطور عامه يعني. شفت الفيديو من هنا اللي هو لا، انا عايز اروح، عايز اسافر بره، وهم كمان كانوا في MIT، فخلاص يبقى يلا بينا على MIT. تمام. ايه اللي حصل ساعتها؟ خلصت التورك من هنا. ما كنتش فاهم اي حاجه طبعا يعني، فاهم، واحد اولا كنت في اولى ثانوي وما عنديش اي فكره اصلا عن studying abroad، ما عنديش اي فكره عن اي حاجه.
بس شُفت فيديو عجبني أوي وعايز study abroad. فطيب هاعمل إيه يا باشا؟ رُحت بعتّ إيميل لMIT. تمام. إيه اللي عملته؟ دخلت الMIT كتبت لهم إيميل وكتبت لهم يا شباب MIT، أنا طالب IG عايز آجي MIT، إيه الrequirements بتاعتكم؟ تمام. دلوقتي من كام يوم بصيت على الإيميل أتاري إيه بقى الإيميل، كاتب الإيميل ما فيهوش body، يعني أنا كاتب كل الtext في الsubject يعني فاهم، عشان بس أدّيك perspective أنا كنت فين فاهم؟ تمام، تمام. اللي هو الإيميل كلّه يعني فاهم، أنت بتحط subject يعني title إمم، كده، بعد كده تكتب body. أنا كل إمم، حاجة كانت في الsubject والbody فاضي إمم، ف ف ما علينا، بس هم الصراحة كانوا محترمين يعني وردّوا عليَّ برضه، يعني despite البهوقة اللي أنا كنت باعملها دي، بس ردّوا عليَّ وقالوا لي requirements محتاج على الأقل 3 A levels وكذا، كذا، كذا، يعني قالوا لي الrequirements يعني. فخلاص يعني قُلت تمام، وقُلت خلاص يبقى أنا عشان محتاج أسافر محتاج إيه، آخُد 3 A levels و وآخُد يعني fulfill الrequirements دي. تمام. بعد كده طبعًا ده بقى كان بالنسبة لي ساعتها أنا كنت طالب لسه داخل IG جديد. هو في مصر عامةً عشان لو حد بيسمع مش يعني ما يعرفش أوي نظام الIG، فهو في مصر إحنا عشان تدخل الجامعة في مصر أنت بس محتاج تاخد آآ غالبًا يعني 1A level اللي هي زي مستوى رفيع أو مستوى عالي من مادة يعني، و8 O levels إن هم مستوى متوسط أو مستوى طبيعي يعني. بس بس أنا ساعتها بقى كنت محتاج آخد 3A levels، فده طبعًا بالنسبة لي كواحد لسه داخل IG ده حاجة كبيرة، والناس حواليّا كمان أصلًا ما حدش بياخد أوي 3، 4A levels عشان يعني ليه الناس تعمل كده وهي مصر مش محتاجة كده يعني. فده كان إيه، اللي هو كان بالنسبة لي هيبقى load أكبر بكتير يعني. بس الصراحة أنا كنت متحمس أوي، واللي هو كانت بالنسبة لي لأ، يعني دي حاجة أنا فعلًا عايز أعملها، فاللي هو خلاص اللي هو إيه، أنا دخّلت نفسي في mood اللي هو ماشي، إحنا إن شاء الله في ال3 سنين بتوع الIG دول هادخل هاعمل 3 A levels هاعمل اللي أنا عايزه بلا، 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 عشان إن شاء الله نقدر عشان إن شاء الله أقدر يعني أسافر يعني وأروح MIT. آمم بس، فده اللي حصل ساعتها يعني. بعد كده طبعًا بقى ما ابتديت أفهم الدنيا شوية، ابتديت أتكلّم يعني قدرت يعني أتواصل مع واحد كده أعرفه كان هو بيقدّم برضه في الجامعات في أمريكا. أنا ساعتها كنت في أولى ثانوي، هو كان في تالتة ثانوي، فهو كان أكبر منّي بسنتين، وكان already وعرفت بقى عدّى تتواصل معاه إزاي يا أسامة؟ عشان عادةً ده سؤال من الناس من الأسئلة اللي الناس عادةً بتسألها، اللي هو أنا دلوقتي في مكان وأنا الوحيد اللي بافكّر، عادةً بيبقى في concept أنا الوحيد اللي بافكّر في الموضوع ده وcertainly أنا حسّيت بنفس الإحساس برضه، فعرفت إزاي تعمل الموضوع ده؟ الموضوع الصراحة كان random أوي، يعني بالنسبة للشخص ده بالذات، يعني أنا كنت على الgroup اللي هو group الIG. تمام. فيعني الناس بتتكلم في أي حاجة عامةً في الدراسة وكده يعني. وبعد كده في النُص كده يعني كان في post وواحد إيه جاب سيرة إن هو بياخد 3 A levels. تمام. فأول لمّا لقيته بياخد 3 A levels اللي هو فاهم، لأ ده أنا هامسك فيك فاهم واحد إيه بيعمل نفس اللي أنا عايز أعمله فاهم. رُحت دخلت بعتّ له cold message كده فاهم، اللي هو قُلت له hi كذا، 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 أنا أسامة وعايز آخُد برضه 3 level، يعني كنت عايز بس يعني إيه، اللي هو دخلت له دخلة ظريفة يعني، اللي هو عايز أعرف منّك your experience إيه طيب مشي معاك، قسّمت موادك إزاي، الكلام ده كُلّه. وطبعًا ابتديت أعرف منّه الحاجات دي، وبعد كده بقى إيه الكلام بيجيب كلام، عرفت إن هو عايز يسافر أمريكا، عرفت إن هو برضه عايز MIT، وعرفت كذا، 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 كذا يعني. تمام. فبس بس ما شاء الله هو كان يعني شخص يعني هو ما شاء الله شخص عظيم يعني، اللي هو كان ساعتها وكمان حُط في بالك يعني أنا ساعتها كنت حرفيًا ما عنديش أي فكرة عن أي حاجة، ما أعرفش أصلًا إيه extracurricular activities، ما أعرفش أصلًا إيه أي من الحاجات اللي هي اللي الناس كلّها بتعملها. وهو ما شاء الله كان يعني داخل مسابقات وكاسب حاجات وفاهم، وما شاء الله يعني كان بالنسبة لي خطير جدًا يعني. آمم ما علينا يعني. اللي حصل زي ما قُلت لك الأول، شُفت فيديو MIT، بعد كده بعتّ لهم الإيميل، بعد كده خلاص هاخد 3 levels وتمام، والتمام، ومشيت في الطريق ده. بعد كده قعدت أتكلّم مع الشخص ده و وبس يعني الكلام ده كان إيه، وصلنا بقى لنُص السنة على شهر 3 كده. إمم. نُص آمم السنة وأنت في أولى ثانوي أو grade 10. آه، جميل. يعني towards آخر السنة يعني.
إمم. فبس فبعد كده انا كنت في جريد 10 و MIT بتطلع الادميشن الريزلتس بتاعتها 14/3 تمام. فانا بقى بالنسبه لي انا طبعا ما قلتلوش كده، بس انا بالنسبه لي في دماغي الواد ده خطير، يعني الواد ده مالناش زيه فاهم، الواد ده كده كده هيتقبل في MIT يعني. فجات الريزلتس بعد كده لما طلعت اتكلمت معاه وقلت له ايه الاخبار وكده، قال لي ان هو للاسف ما اتقبلش يعني. طبعا يعني يعني حزنت له يعني بس غير كده بصيت بقى لنفسي فاهم، اللي هو يعني لو ده ما اتقبلش فاهم، انا بعمل ايه اصلا فاهم، اللي هو صباح الفل بقى فاهم. فاللي هو يعني قلت خلاص يعني فاهم، امريكا دي يا عم شكلها حاجه ايه، محتاجه ناس قتيله ومحتاجه ناس فاهم شغاله من وهي لسه بترضع وايه يعني الجو بقى اللي انا ايه واحد لسه اصلا ما اعرفش وكان ساعتها برضه انا ما عملتش يعني فاهم، انا برضه ساعتها يعني كنت بحاول اعمل حاجات بره الدراسه. يعني انا كنت عارف اهميه الموضوع ده تمام، بس ما كنتش لاقي اي حاجه يعني. يعني من بعد ما شفت الفيديو بتاع عماد وويليامز واللي هو يعني فاهم، كنت عايز فعلا اعمل حاجات بره الدراسه، بس اللي هو فاهم مفيش حاجه حرفيا، مدرستي ما كانش فيها اي اكتيفيتيز غير الدراسه، ومفيش حد اصلا اعرفه ان ماي سيركلز يعني فاهم بيعمل اي حاجه تانية غير الدراسه. يعني انا ايه، انت كويس لو انت بس شغال في الدراسة وفاهم وشاطر، وايه بقى يعني يا سلام بقى لو انت بتقدر توازن ما بين الدراسة والسوشيال لايف، انت كده ايه الواد الخطير اللي ما فيش زيه فاهم. فهو ده كان حرفيا يعني مفهومي ومفهوم العيلة ومفهوم الناس كلها يعني. وبالذات انا كمان كنت لسه داخل اي جي جديد، فكان نظام جديد قوي بالنسبة لي، كنت لسه مش فاهم الموضوع تقيل عليا، فاللي هو ما كنتش عارف اعمل حاجة قوي بعد الدراسة تمام. فبس يعني شُفت اللي حصل، إن صاحبي ده got rejected وخلاص يعني فاهم، اللي هو خلاص فكست لأمريكا يعني فاهم. بس لسه طب كنت انا عايز عايز study انا عايز abroad. اسالك سؤال هنا، ليه يعني فهمني انت طريقه تفكيرك وقتها، ليه بالنسبه لك كنت يعني بالنسبه لك امريكا equals MIT، ولو MIT راحت يبقى امريكا كلها راحت؟ فهمني انت كنت بتفكر ازاي وقتها، عشان ناس كتير على فكره، وانا شخصيا برضو واحد منهم، عادي جدا كلنا بنبدا في الحياه بالشكل ده. ليه يا اما اخش جامعه مشهوره قوي، يا اما انا خلاص كده امريكا it's not even an option؟ لسببين، أول واحد هو طبعًا يعني أنا يعني ده ساعتها يعني أنا دلوقتي طبعًا باضحك على نفسي يعني اكيد ما طبعا فيش اه. الكلام ده. بس يعني ساعتها كان أول سبب بالنسبة لي، يعني الحمد لله كنت ولد شاطر طول حياتي يعني، فأنا يعني يعني متفوق دراسيًا، واللي هو حاسس إن أنا مستوايا الأكاديمي عالي يعني، فاهم قصدي؟ فاللي هو مثلًا لو إيه، آمم، يعني لو ماشي لو MIT محتاجة 3 A levels خلاص هاخد 3 A levels يعني إن شاء الله هاعمل كويس فيهم وهاتقبل فيها عادي ما فيش مشكلة يعني. فكان بالنسبة لي إن هو يعني كان عندي كده زي ده كنت يعني كان عندي زي concept كده إن هو إيه، لو ما رُحتش الtop 5 universities في أي بلد هتروحها يبقى أنت كده إيه يعني you are a فاهم، أنت فشلت يعني فاهم، أو موضوع مضحك والله. لا لا عادي، احنا كلنا بس بنفكر بالشكل ده يعني في الاول. كلنا اول حاجه بنعملها ايه؟ بنخش نشوف مش عارف يو اس وورلد رانكينجز، او مش عارف بيسموها ايه دلوقتي، يو اس نيوز اند وورلد ريبورتس، وبعد كده بنشوف رانكينج احسن جامعات في اي بلد احنا عايزين بنفكر في يعني بنفكر فيها. ولو لقينا جامعه حتى لو كويسه باي ذا واي بس اسمها مش معروف، يعني مثلا في انجلترا في جامعات كتيره. انا كنت لما عملت ستادي ابرود كان في جامعه في اليو كي، فكانت في اسكتلندا مش في انجلترا، اسمها يونيفرسيتي اوف سانت اندريوز تمام. الجامعه دي انا عمري في حياتي ما سمعت عنها، حتى بعد ما يعني دخلت الجامعه في امريكا وكل حاجه وقعدت كذا سنه، كانت بالنسبه لي اللي هو ايه الجامعه دي تمام. بعد بقى ما رحت ادرس فيها ابرود اكتشفت ان هي تاني احسن كمبيوتر ساينس يونيفرسيتي بعد يا كامبريدج يا اوكسفورد، يعني هي اعلى من جامعه من واو! دول اصلا. فالنقطه دلوقتي ان حتى للاسف بيبقى في كام اسم كده معلقين في ذهننا، او رانكينج او طريقه، يعني طريقه ان احنا لازم نبص عليها يعني للجامعه عشان نشوف الرانكينجز دي كويسه او الجامعه دي كويسه، ومش بنبقى عارفين اساسا الرانكينجز دي what goes into it، يعني هي ليه الجامعه رانكت عالي كده، مش بنبص على الميثودولوجي بتاعت الرانكينجز. بس كمل. بالضبط فاهم قصدي. زي ما أنت بتقول يعني 100% فاهم، اللي هو إيه أمريكا، وبالذات عشان أنا برضه سمعت من عماد وويليامز اللي هم في MIT فاهم، فاللي كان يعني أعتقد كان برضه في دماغي اللي هو إيه، يعني لأ هي برضه الدنيا كده حلوة بس إيه عشان دي جامعة كويسة هناك فاهم قصدي، إنما امم لو رُحت جامعة تعبانة طب يعني فاهم،
will it be worth it؟ طب ما افضل قاعد في مصر وخلاص، فاهم قصدي؟ فانت كنت بتفكر على عشان الموضوع انت بشكل اكاديمي بحت، ما كنتش حتى بتفكر على الاكسبيرينس هيبقى عامل ازاي، ولا كلتشر الجامعه، ولا هو بس ايه، جامعه رانك عالي هتعلم فيها كويس خلاص، مش مهم اي حاجه تانية غير كده. بالظبط. مم. فده كان اول سبب. تاني سبب كان حوار الفلوس. يعني برضو لما كانوا بيتكلموا عماد ويليام كان بيقولوا ان فاهم في جامعات اللي هي النيد بلايند، وهي ام اي تي واحده منهم، فاهم؟ اللي هي ام اي تي، برينستون، هارفارد، مش فاكر الباقيين ايه يعني، بس فاهم اللي هو كانوا بالنسبه لهم ايه ده، بيقول لك نيد بلايند. فانا ساعتها برضه عشان لو حد مش عارف ايه بالظبط النيد بلايند هي يعني الجامعات دي بت بتevaluate كل الستودنتس without looking at their financial situation. فمش هيبصوا خالص يعني انت اهلك بيقبضوا كام، انتوا تقدروا تدفعوا كام، انتوا يعني هما بياخدوا الابلكيشنز كلها كده من غير بص على فلوس خالص، ويحددوا مين هيتقبل، وبعد كده بقى يشوفوا بقى انت تقدر تدفع كام، ويادجست يعني يادجست الفاينانشال ايد باكج عشان تفت your financial situation يعني. بس فانا كان بالنسبه لي ساعتها فاهم، قلت يعني دول هم الوحيدين الجامعات الوحيده اللي نيد بلايند، ف انا لو ما اتقبلتش هناك انا خلاص يعني، فاهم؟ انا عارف ان انا اهلي مش هنقدر ندفع الارقام الخزعبليه اللي في الجامعات، فاهم؟ في امريكا يعني. فقلت خلاص يعني هي ده الاوبشنز الوحيد، ده الاوبشن الوحيد عندي يعني. فبس ده يعني ردا على سؤالك، يعني انا ليه كنت بفكر بس في الجامعات التوب. طبعا يعني انا هتكلم على بقى قدام ازاي ماي مايند سيت اتغيرت وهكذا، بس خلينا يعني ايه واحده واحده يعني. فبس فنرجع للقصه. يعني انا ساعتها كنت خلاص يعني اللي هو ايه بقى، فكست الامريكا، وقلت بقى امريكا ايه يا عم، دي محتاجه ناس بتطير. طبعا انا كنتش فاهم قوي يعني، واللي هو خلاص يعني. بس انا كنت لسه عايز استدي ابرود، يعني انا كنت لسه عندي اللي هو لا انا برضو عايز فاهم اديتا بريميوم كواليتي education، عايز اشوف الدنيا بره عامله ازاي، اشوف الناس اتعامل مع ناس تانية مختلفه. فاهم كل الكلام ده كان لسه برضو موجود فيا. فقلت خلاص يعني ماشي، باب اتقفل، نحاول ايه بقى ندور على حاجات تانية يعني. فمن ساعتها وانا بقى ايه فاهم اللي هو كنت ساعتها دخلت حرفيا يعني على كل ويب سايتس السكولارشيبس، فاهم؟ اللي هو بقى فاهم، مش فاكر طبعا اساميهم دلوقتي، ولكن يعني كنت ايه اللي هو عامل لستة بكل ويب سايتس السكولارشيبس، كل ويب سايتس الحاجات دي، اللي هو كل يوم بدخل واقلب وادور واعمل وايه بلا بلا بلا. ودخلت على الجامعات كلها وشفت يعني، فاهم؟ ابتديت بقى كونسيدر كندا، ابتديت كونسيدر اليو كي، ابتديت كونسيدر المانيا، ابتديت فاهم، ابتديت اعمل كل الكلام ده. فبس يعني وابتديت يعني ايه في الايه، في البروسيس يعني، اللي انا كنت عارف ان انا عايز اروح. يعني ايه هحاول ان شاء الله اروح يا اما جامعه في المانيا، يا اما جامعه في انجلترا، يا اما جامعه في كندا. كنت ايه بحاول برضو انوع عشان ايه، عارف ان ممكن حاجه ما تظبطش في حاجه تانية تيجي هكذا يعني. تمام. وبس وكملت بقى، فضلت يعني ايه مكمل. ده كان في اخر يير تاني يعني، ابتديت خدت القرار ده اللي انا فاهم هفضل اكمل، هاخد 3 او 4 اي ليفلز ليه، عشان انا لسه عايز اسافر بره يعني. والقرار ده آه اتاخد برايمرلي عشان واحد انت تعرفه كنت فاكره هيدخل ام اي تي ما دخلش ام اي تي. للاسف بس اصل برضه فاهم يعني، انا برضه متاكد ان ممكن حد يكون بيسمعنا يكون برضه بيفكر في نفس الموضوع. انت امريكا يعني انت لما بتفكر فيها من بره كده الموضوع فعلا يبان صعب قوي، فاهم؟ انت محتاج تاخد سات، فاهم؟ سات 1 وسات 2، ومحتاج بقى تاخد يبقى عندك اكسترا كوريكولرز. واكسترا كوريكولرز مش بقى مش بس اكسترا كوريكولرز عاديه، انت لازم تكون خطير في الاكسترا كوريكولرز، فاهم؟ ودي مسكونسبشن على ومسابقات. فكره، يعني طبعا. يعني كل الحاجات دي الناس فاكره ان انا لازم ابقى خطير ولازم ابقى فاهم ميداليه ذهبيه في الاي او اي ومش عارف ايه. الموضوع ابسط من كده بكتير يعني. ايوه في حاجات جامعات معينه تو بي اونست حاجه زي ام اي تي بتحتاج حاجات زي دي بس مش كلنا هنقدم على ام اي تي، ومش كلنا بنند اب في ام اي تي. انا عايز اقول لك المضحك بقى يعني، انت بتقول ان انت حد تاني رفضه احبطك او خلاك اللي هو ايه لا امريكا خلاص انا كده باي باي. انا عايز اقول لك انا جبت في كلاس بي بدل اي بس كده. اول بي تقريبا كنت شفتها في حياتي، عشان انا برضو كنت متعود ان خلاص انا مستوايا مش مبني غير على درجاتي بس كده.
فاول ما جبت البي دي قلت خلاص كده شكرا يا امريكا، انا كده مستحيل امريكا تبص اساسا على، وكانت في اي ليفل على فكره. ف فيعني حتى مش او ليفل اللي هو قلت ايه طب خلاص يعني، لا 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 اي ليفل. ف فسبحان الله كتير مننا بيحبط لاسباب احنا دلوقتي بنرجع كده ونبص ايه ازاي انا سبب زي ده اساسا خلاني او ابطل ساعه بس تفكير في التقديم. ف فيعني حابب ان احنا، انا سعيد ان احنا بنشير الاكسبيرينسز دي، سواء كنت انت لو بصيت على صاحبك او انا جبت درجه ما كانتش ديزايربل قوي دي، عشان نفهم ان دي كلها اسباب يعني they do not warrant باي شكل من الاشكال ان احنا نشيل فكره التقديم من دماغنا completely عشان كعبله بسيطه قوي حصلت في النص كده. 100% يعني فاهم، زي ما انت قلت بالظبط يعني. الفكره يعني انا حاسس كمان يعني ان حد يسمع experiences بتاع يعني فاهم بتاعتك وبتاعتي وبتاعت ناس تانية برضو سافرت، دي تبقى حاجه حلوه، عشان برضو يعني انا ساعتها فاهم ما كنتش يعني دي حاجه تافهه قوي بالنسبه لي دلوقتي، بس ساعتها برضو ما هي ما كانتش تافهه قوي ساعتها يعني فاهم. انا ساعتها كان بالظبط ايه بالظبط. موضوع ما انا كنتش عارف اصلا فاهم يعني. ما امم. انا يعني كل لما اشوف حد مثلا بيتقبل في جامعه كبيره او بيسافر بشوفه خطير فاهم. فخلاص يعني انا I didn't fit the خطاره ليفل فاهم او فاهم. يعني خلاص فاهم قصدي، عشان انت بتبقى لما انت بيبقى ايه ما عندكش معلومات كتيره، يبقى ايه عندكش غير صوره واحده او فاهم يعني يعني حاجه بالظبط واحده، ولو هي لا لو انت مش قادر تفيت الصوره دي خلاص يبقى انت ايه يعني اتكل على الله يعني. بالظبط. هي للاسف احنا بنعمل قوالب كتير، بنحط الناس في قوالب كتير و... ووقتها ما كانش فيه السامبل سايز بتاع الناس اللي سافرت وقتها. انا كنت بقدم او بفكر في التقديم على ايام الناس يعني، يمكن كانت اللي سافرت بقى وقتها كان 2012 13 14 وهكذا، دي الناس اللي انا شفتها سافرت. yeah. فمن زمان جدا، ووقتها ما كانش السامبل سايز كبير، ما كانش فيه الاقبال الكبير قوي على الدراسه بره زي دلوقتي. فلما كنت ابص على الناس اللي هو كانوا تنانين فعلا بالنسبه لي، يعني انا كنت ابص كده واقول there is no way انا ممكن اعمل الكلام ده. وبرده كنت بقول unless ان انا يعني كان في كده زي يعني وقتها الاس اي تي كان من 2400 مش من 1600. كان الناس بتقول unless انك تجيب 2000 بلس خلاص انت كده مش هتسافر يعني. 2000 بلس تقريبا equivalent يعني تقريبا 1400 1450 حاجه زي كده بلس. فدرجه عاليه جدا يعني، مش كل الناس هتجيب الدرجه دي، ومش كل الناس اللي مش هتجيب الدرجه دي مش هتاند اب بالظبط بره يعني. عادي جدا انت ممكن انا اي اندد اب بره امريكا على فكره بدرجه اقل من دي، ده حوار يعني تاني. بس هي القوالب دي انا يعني كل ما بنحط نفسنا فيها اكتر، كل ما الفيجن بتاعتنا بتبقى تانل فيجن اكتر، وكل ما بنصعب الموضوع علينا على الفاضي. الموضوع ابسط، اكيد مش بسيط بس ابسط من اللي احنا شايفينه بكتير. بالظبط بالظبط يعني 100%. آه، بس فبعد كده زي ما قلت لك يعني خلاص ابتديت بقى ايه داخل سكه اللي انا عايز اسافر. هشوف يعني الحاجات التانية اللي هي كانت بالنسبه لي ساعتها ايه مور يعني اقدر مور دوبل يعني فاهم اللي هو ايه، عشان لقيت اللي هو يعني الجامعات في انجلترا غالبا كانتش محتاجه قوي extracurricular activities. كانت بس محتاجه درجات. وبرضه الجامعات في كندا مش كلهم بس كان يعني اغلبهم كانوش برضه محتاجين قوي extracurriculars، اللي هو يعني ايه حاجات على بسيط بقى فاهم اللي هو لو انت عملت كام حاجه كده خفيفه قشطه يعني اللي هو فاهم. فقلت خلاص دي شكلها حاجه مور دوبل وان شاء الله يعني ايه هاخد السكه دي. بس بقى قابلتني ايه بقى مشكله. ايه بقى المشكله اللي قابلتني؟ مشكله الفلوس تمام. وهي ان انا تواصلت كان معايا بقى ناس يعني قدرت اعرف اتواصل مع ناس يعني كانوا عندي في المدرسه قبل كده وراحوا مثلا كندا او راحوا انجلترا او هكذا. وطبعا يعني فاهم لما عرفت كده تواصلت معاهم واتكلمت معاهم على الاكسبيرينس وبلا بلا بلا وكل الكلام ده. ولقيت ان هو مين يعني اللي عملوه ممكن خد 2 اي ليفل 3 اي ليفل ماكسيمم وبس كده يعني. واتقبل في واحده ايه في مثلا في ميجيل دي واحده من يعني التوب 5 يونيفرسيتيز ان كندا مثلا فاهم. او اتقبل في جامعه تقيله في اليو كي او هكذا يعني. ف... فكان بالنسبه لي خلاص يا مان زي ما قلت لك الموضوع حلو. ولكن لقيت ان اغلبهم يا اما كان معاه جنسيه، فالفلوس بالنسبه له كانتش يعني فاهم الفلوس اللي بيدفعها يعني كواحد كندي لما بتدفع فلوس للجامعه انت بتدفع اقل بكتير قوي من واحد انترناشونال. فلقيت يا اما ده الكيس، يا اما كانوا هم يعني
more fortunate ماديًا يعني، فإيه اللي هو يعني قادرين ماديًا أكتر إن هم يعني يقدروا يدفعوا فلوس للجامعة. ف فساعتها أنا بصيت على my situation يعني ولقيت لأ، أنا ولا ده ولا ده فاهم، أنا كنت يعني عايز جامعة يعني تدفع لي almost all the money يعني فاهم قصدي؟ ف فبس يعني فبرضه اللي هو إيه، ابتديت أُحبط شوية. بس فقُلت إيه، أعمل برضه backup option، فاللي هو backup option بالنسبة لي كان ساعتها ألمانيا، تمام. اشمعنى ألمانيا؟ عشان ألمانيا الجامعة فيها ببلاش، أنت بس محتاج تبقى يعني معاك ألماني، وغير كده الجامعة يعني almost ببلاش يعني. فساعتها أنا كنتش باعرف أتكلم ألماني ولا أي حاجة، فقُلت خلاص يالّا بينا نتعلم ألماني. ففي year 11 اللي هي تانية ثانوي يعني، ابتديت دخلت كورسات ألماني، تمام، intensive يعني، اللي هو كان إيه بقى 3 مرات في الأسبوع، كل مرة ساعتين، وفاهم اللي هو بقى كنت باروح أصلًا مواصلات، باروح ساعة عقبال لمّا أروح وساعة عقبال ما آجي، ده غير يعني ال3 ساعات اللي أنا باقضّيهم هناك. فاهم، وغير كده أنا كنت باخد يعني خلّي بالك اللي أنا بقى في الIG كنت باخد مواد تقيلة، يعني أنا كنت باخد A-level physics وباخد A-level math وباخد، يعني كنت برضه ضاغط نفسي أوي ضغطة يعني مش الطبيعي إن الناس تاخد كل الA-levels دي، وon top of that كمان بقى تقعد تتعلم ألماني وتعمل حاجات كده يعني. طبعًا بس الصراحة يعني أنا لأ، أنا كنت برضه لسه فاهم اللي هو أنا عايز أstudy abroad فاهم، فخلاص يعني. آمم، فبس يعني فضلت مكمّل في السكة دي. و وبعد كده يعني وأنا مكمّل بقى في السكة دي برضه في year 11 ابتديت إيه، يعني ابتديت أعرف شوية عن extracurricular activities عامةً يعني، فاهم، إن هي إزاي هي مفيدة عامةً ليك كشخص. يعني أنا يعني فاهم لمّا فكست لأمريكا خلاص بقى ما ابتديتش أفكّر في extracurricular activities، يعني ما فكّرتش فيها كطريقة للسفر فاهم، أنا كنت بس بافكّر فيها اللي أنا شخص عايز يdevelop نَفْسه، شخص عايز يبقى فاهم يdevelop their skills، يتعرّف على ناس مختلفة، فاهم، يعني يبقى بيفكّر بطريقة أحسن، هكذا يعني. فلقيت وبرضه يعني الناس لقيت اللي اللي أنا بتسمعنا اللي ما تعرفش ايه الاكسترا كوريكولار اكتيفيتيز، عشان هي دي كلمه كبيره شويه. دي بس ما هي الا نشاطات بره الدراسه. دي اي حاجه ممكن اصنفها ان هي ما لهاش علاقه بالكورس او بالدراسه اللي احنا بندرسها. فممكن تكون مسابقات، حتى لو مسابقات علميه. ممكن تكون حاجه زي تيدكس في مصر، دي حاجه من الحاجات اللي ناس كتير بتعملها. ممكن تكون اتحاد الطلبه، ممكن تكون رياضة أو موسيقى الواحد بيلعبها. كل دي ممكن يعني تصنف إن هي extra curricular activities أو نشاطات خارج الدراسة. بس كمل، أنا كنت حابب بس أشرح الموضوع ده. لأ تمام. بس كنت وصلت يعني اللي أنا كنت ابتديت أعرف أكتر بقى على اللي هي النشاطات الغير الدراسة أو الextracurricular activities، وابتديت اللي أنا لأ، أنا كنت عايز أعمل حاجة فعلًا، اللي هو كنت عايز أبقى engaged يعني بالذات يعني لمّا ابتديت أدوّر برّه والطلبة برّه بيعملوا إيه، ده فاهم، ده أعتقد كانت بداية ليّا، اللي أنا عرفت من خلاله يعني على النشاطات الخارج الدراسة يعني، وإزاي برّه أغلب الناس يعني مش بس دراسة وخلاص يعني، فبيعملوا حاجات تانية. فيعني من خلال اللي أنا أمّا بصيت على الحياة برّه وهكذا، ده خلّاني أفهم قد إيه الموضوع ده مهم يعني ليّا كشخص وليّا in terms of personal development وكل الكلام ده يعني. بس قابلت مشكلة، وهي إن ما يعني تمام حلو أوي، يعني أنا عايز أدخل الextracurricular club بس هادخل فين؟ فاهم، هاجيبه منين يعني؟ يعني أعمل إيه طيب؟ فاهم قصدي؟ الفكرة إن مدرستي زي مدارس كتيرة أوي في مصر، زي أغلب المدارس في مصر، يعني فاهم، زي ما قُلت قبل كده ما فيهاش أصلًا extracurricular activity يعني فاهم، أنت بتدخل المدرسة دراسة، ولو أنت عايز تبقى شاطر أوي بس excel in your academics يعني، بس غير كده لأ يعني. يعني ما فيش حاجة تانية، ما فيش نشاط أوي يعني، أي حاجة تانية الناس شايفاها تضييع وقت، يعني المدرسة شايفاها تضييع وقت، وأهلك شايفينهم تضييع وقت، وكل يعني كل الcommunity حواليك بيقول يعني أنت مش بتذاكر ليه يا ابني يعني فاهم، يعني أنت إيه الهبل اللي أنت بتعمله ده فاهم، قاعد بتنظم لي event وTEDx وspeakers يعني هنهزر والّا إيه فاهم، ف فبس يعني فدي كانت مشكلة كبيرة ساعتها يعني، اللي هو كنت عايز أدخل حاجة أوي بس ما كنتش لاقي.
فقعدت ادور فاهم اللي هو قعدت احاول اتكلم مع ناس، قعدت كذا كذا كذا. بس فلما ده حصل يعني رحت اكلم الولد اللي هو الخطير اللي اعرفه يعني اللي هو كان بيقدم في MIT و وبس رحت اساله يعني يا باشا انت كنت بتعمل ايه يعني او فاهم ايه بقى كل الحاجات اللي بتعملها لقيتها ازاي، المسابقات اللي انت بتدخلها دي كنت بتدخلها ازاي اصلا، كل الكلام ده يعني. فبس يعني قال لي ان هو كان داخل يعني اولمبياد وقعد يقول لي برضه على الاولمبياد الIOI والIMO. اللي ما يعرفش يعني ايه الIOI والIMO، الIOI دي يعني زي الانفورماتكس اولمبياد، وهي بيزيكلي زي بروبلم سولفينج او كودينج هكذا يعني. الIMO هي بتاعت الماث يعني. فانا ساعتها قلت خلاص تمام يعني عجبتني الIMO، انا عارف انا نفسي يعني الحمد لله طول عمري شاطر في الماث، وفي الماث اللي كنت باخده في الIG انا كنت ما شاء الله يعني متفوق فيه. فقلت خلاص يعني هدخل ايه الاولمبياد الماث دي ويلا بينا يعني. تمام تمام. وبعد كده رحت دخلت على دخلت ايه ادور على اسئله IMO اللي هو ايه ابتدي بريب يعني. فدخلت على النت كتبت IMO problems، دخلت لقيت فيه سؤالين يعني هو تقريبا يعني لو انا فاكر صح يعني كان تقريبا هو بيبقى زي امتحان كده فيه سؤالين. تمام. بصيت على السؤالين انا ما فهمتش اي حاجه فاهم. لو انا لو ما فيش لو انا كل المثل اللي خدته في حياتي ما خلانيش حتى فاهم افهم يعني ابتدي افكر ازاي فاهم. هو لا ما فيش خالص يعني. قلت خلاص يعني ايه كنت الحمد لله لسه برضو ايه موتيفيتد كده، وقلت طب ماشي مش فاهم مش مشكله نتعلم، ندخل على اليوتيوب يا باشا ون ايه solving IMO problems وندخل بقى ونشوف فيديوهات وبتاع يعني يلا بينا. تمام. دخلت على اول فيديو شفته وايه واحد كان بيشرح مسألة IMO. تمام. انا ما فهمتش الشرح اصلا فاهم قصدي يعني اللي هو ايه يعني هو بيشرح المسألة عشان يبسطها، انا مش اه فهمتش الشرح المبسط فاهم اه اللي هو يعني قلت خلاص يعني اللي هو حسيت بقى اللي هو خلاص يعني آه فساعتها برضه يعني احبطت شويه بقى من الناحيه دي فاهم. اللي هو يعني كل الانشطه اللي في دماغي اللي ينفع تتعمل هي الاولمبياد. والأولمبياد دي ما عرفتش أصلًا فاهم، ما عرفتش أبتدي فيها أصلًا يعني اللي هو عشان يعني برضه كنت لوحدي، وبرضه ممكن أنا كنت برضه دخلت على مسألة صعبة شوية في الأول، فاهم قصدي؟ يعني بس اللي هو إيه بالنسبة لي ساعتها لأ خلاص يعني أنا ما فهمتش الشرح أصلًا يعني أنا باعمل إيه بقى صباح الفل يعني فاهم؟ آمم، فبس فلمّا ده حصل يعني قُلت خلاص سيبك من الأولمبياد يا باشا وتعالَ ندوّر على حاجات تانية. فابتديت بقى أدوّر وأسأل وأشوف لقيت كده زي إيه زي robotics club كده. يعني وأنا صغير وأنا في أولى إعدادي كنت دخلت زي مسابقة robotics كده قبل كده، وكانت اللي هي يعني من غير يعني عشان بس مش لازم أدخل في تفاصيل، بس هي كانت مسابقة robotics وكنا بنبني robots من الLego وبعد كده بنحط لها motors ونخلّيها تتحرك وحاجات كده يعني. بس كانت على خفيف يعني، فقُلت خلاص ممكن أدخل على أي حاجة مثلًا advanced شوية من الحوارات دي. تمام. فدخلت قعدت أدوّر على centers مثلًا يعني robotics centers أو أماكن بتدّي كورسات robotics أو بتدخل مسابقات هكذا يعني. فشُفت واحد فقُلت تمام يالّا بينا. رُحت أول مرّة، الصراحة يعني ما عجبنيش اللي بيعملوه، مش فاكر ليه بالضبط ولكن يعني ما عجبنيش الدنيا يعني. وغير كده حسّيت اللي أنا تقريبًا كان الlevel يعني فاهم اللي هو level خفيف أوي، اللي هو حسّيت إن أنا هاكون باضيّع وقتي هناك ومش هاتعلّم حاجة أوي، فاهم قصدي؟ فاللي هو قُلت لأ وأنا أصلًا كنت ساعتها برضه خلّي بالك إن أنا كنت يعني في الIG أنا كنت واخد مواد تقيلة أوي، واللي هو كل session يعني برضه اللي ما يعرفش الIG إحنا بناخده بيتقسّم زي sessions كده يعني. ف يعني زي ترمات يعني ممكن نسميها ترمات. فيعني كنت الترم ده كنت واخد مواد تقيلة أوي، واللي هو ضاغط نفسي ضغطة خطيرة يعني. وفي نفس الوقت بقى فاهم عشان أروح المكان ده هو بعيد عن البيت، ولازم فاهم أضيّع على الأقل مثلًا إيه، مثلًا أروح على الأقل مرتين في الأسبوع، هاضيّع على الأقل 5 ساعات مثلًا أو 4 ساعات يعني كل مرّة فيهم، فاهم؟ فحسيت لأ، يعني الموضوع مش مستاهل يعني. فخلاص فكست يعني. والصراحة يعني ساعتها أنا بقى كنت وصلت لlevel اللي هو إيه، كنت متضايق أوي فاهم؟ اللي هو فاهم، أنا عايز أوي أعمل يعني أنا بجد كان نِفْسي أعمل extracurricular activity أو بجد نِفْسي فاهم، أبقى مش بس شخص دراسيًا بس كويس، يعني اللي هو عايز أبتدي فاهم، أشتغل على حاجات برّه، أبتدي فاهم يعني زي ما قُلت قبل كده أنا كنت يعني
عارف اهميه الموضوع ده، اهميته ل my personal development، واهميته لتغيير طريقه تفكيري عامه يعني. فكنت متضايق اللي هو فاهم، انا قعدت ادور مفيش اي حاجه فاهم، ولا حتى يعني طبعا مفيش حاجه عندي في المدرسه، وحتى لما دورت بره المدرسه مفيش حاجه فاهم خالص يعني. وغير كده بقى كنت يعني فاهم خلي بالك ان انا كنت بتعلم جيرمان في نفس السنه دي، يعني في نفس السنه اللي انا كنت عايز اعمل فيها اكسترا، انا كنت بتعلم جيرمان 3 مرات في الاسبوع. في نفس الوقت كنت واخد هيفي لود اي جي، فاللي هو فاهم حياتي بقى كانت اللي هو ايه، كله داخل في كله، والدنيا ابتدت تشد، واللي هو خلاص يعني. فما لقيتش يعني، ما علينا، ما لقيتش اكسترا اكتيفيتيز، فقلت خلاص يعني وكملت. وطبعا لسه بدور يعني، لسه فاهم اللي هو ايه، لما بشوف حاجه يعني، مثلا لما اشوف بيج مثلا بتعمل حاجات بعمل لها لايك بتاع بقى يعني فاهم، بحاول اكونكت مع ناس مثلا حاسسهم بينجيج في حاجات بره الدراسه هكذا يعني. لغايه إيه اللي حصل لغايه اخر السنه يعني towards the end of my second year in high يعني اللي هي my grade 11 يعني، او تانية ثانوي. لقيت زي NGO كده فاتحه interns يعني بتأكسبت هاي سكول interns، تمام. يعني لقيتها على فيسبوك راندم كده يعني، فيسبوك بوست مؤسسه بتدور على هاي سكول interns، فقلت يلا بينا. رحت مقدم، تمام، والحمد لله اتقبلت. ده كان ايه بقى اللي هو فاهم، اللي هو وصلنا فاهم، عارف انت اللي هو ايه بدور يعني، اللي هو قاعد بقالي سنة ونص عايز اعمل اي حاجة فاهم، بس مش عارف ادخل في حاجة كويسة او حاجة اقدر اعملها او كذا. فدي ايه كانت اول opportunity نوعا ما كويسة الاقيها يعني، فاللي هو ايه بقى مسكت فيها بايدي واسناني يعني فاهم. فبس ساعتها طبعا برضو كان عندي لسه ستيل ضغط دراسية وكل حاجة، بس اللي هو ايه حاولت اظبط وقتي يعني، اللي هو على قد ما اقدر. وبعد كده لما الصيف ابتدى اللي هو ايه ابتديت بقى ادوس اكتر فيها يعني. وبس يا سيدي، ومن هنا بقى ابتديت بقى فاهم، ابتدت رحلتي بقى مع الاكسترا كيريكولر اكتيفيتيز فاهم، اللي هو دخلت الان جي او دي، تمام. اتعرفت على ناس هناك، اغلبهم برضو كانوا ايه بقى ناس بتدخل اكسترا كيريكولر اكتيفيتيز وبيعملوا حاجات، وبيدخلوا بقى موديل يونايتد نيشنز، وبيدخلوا بقى اللي هي الام يو انز قصدي يعني فاهم، وكل الكلام ده يعني. فحاجة بقى جابت حاجة فاهم. ابتديت بقى أقدم على حاجات تانية، ابتديت أعرف حاجات أكتر، ابتديت أعرف مؤسسات تانية فاهم. فقدمت على حاجة تانية، دخلت ساعتها تيدرس كلوب كده كان موجود يعني، دخلته كممبر عادي. فدخلت التيدرس كلوب وكنت بنظم معاهم الايفنت. بعد كده برضو دخلت الكلام ده كان بقى ايه في ثالثه ثانوي، اللي هو في اول ثالثه ثانوي كده يعني، اللي هو بايه دخلت التيدرس كلوب ده كممبر. بعد كده دخلت كده لقيت عرفت يعني ادخل زي ليدرشيب كلوب كده في الاي يو سي. كان هما برضو يعني بيأكسبت ناس من بره الاي يو سي عادي في مدرسه. فقدمت والحمد لله اتقبلت. وبعد كده بقى ايه زي ما قلت يعني، حاجه جابت حاجه. و بعد كده برضو قدرت ان انا ادخل انظم يعني في ايفنت في مصر اسمه رايز اب سامت. هو زي ايفنت انتربرينور شيب كده، ويعني فاهم هو بيزيكلي زي ملتقى رواد الاعمال يعني في الشرق الاوسط يعني. فانا يعني مثلا من وانا في تانية ثانوي كنت ايه عملت لهم لايك على فيسبوك، وكان عاجبني قوي اللي هم بيعملوه الصراحه، اللي هو ايه كان نفسي قوي ادخل معاهم يعني، او على الاقل احضر الايفنت. بس لما جيت احضر الايفنت لقيت ان التيكت، انا لسه فاكر السعر، التيكت كانت بتاعت الايفنت كانت 375 جنيه تمام. فساعتها بالنسبه لي اللي هو لا يعني فاهم، نو واي انا اقدر اصلا يعني افورد حاجه زي كده، اللي هو فاهم فاكس يعني مش هقدر يعني. فما روحتش ساعتها، بس فضلت اعمل لهم لايك وفضلت متابعهم. تاني سنه اللي هي لما بقى كنت في ثالثه ثانوي لقيتهم فاتحين ابلكيشن الفولنتيرنج، اللي انت تساعد ان انت تنظم الايفنت. قلت بس هي دي الدخله بتاعتي الايفنت فاهم، انا هدخل انظم في نفس الوقت بقى هعرف الايفنت فيه ازاي، اتكلم مع الناس هناك فاهم، اعرف الدنيا، اشوف التورس، اشوف البتاع، وايه مش هدفع 400 جنيه في التيكت يعني ودي طريقة على فكرة كويسة جدا يعني، أي حد بيفكر في أي ايفنت من أسهل الطرق إن الواحد يخش. يا إما إنه يعني لو حابب إن هو يخش في حاجة زي دي، لو مش عارف يخش كبارتيسيبنت أو اتندنت أو أي حاجة، فولنتير على طول.
وده هيحصل لكم بالظبط كتير على فكره في كمان بعد ما تسافروا. لو للناس اللي انترستد فيكم ان هي تعمل ابحاث علميه مثلا او حاجه، في مؤتمرات بتبقى باسعار بقى ايه يعني، يعني مش 400 جنيه، بنتكلم بقى في $1000 وطالع. فاسعار مرعبه بصراحه، يعني الواحد يبص عليها. وطبعا مش افوردبل لاغلبيه الطلبه الامريكان حتى، مش الناس اللي جايه على منح او حاجه. فالموضوع مش بيبقى بسيط يعني. ولو ما فيش فاندنج، الاسلوب الوحيد اللي انت تخش فيه هي انك تعمل فولنتيرنج يعني، او تتطوع. ف definitely طريقه ذكيه جدا يعني انك تخش بيها، ومش كل الناس بتفكر في الحكايه دي يعني. فعايش جدا يعني. بالظبط. فده اللي حصل. شفت ايه الرايز اب سامت دول كانوا فاتحين الفولنتيرنج ابلكيشن، قلت يلا بينا يا اسامه، ايه احنا عايز ادخل المكان ده يعني فاهم، اشوف الدنيا ايه اللي بيحصل هناك واعرف يعني. دخلت على الابلكيشن من هنا، لقيتهم ايه I filled out the whole application. تمام، مليت كل الابلكيشن. بعد كده في الاخر مكتوب ايه، عارف انت اللي هو ال education section، اللي هو انت ايه بقى من جامعة ايه. لقيتهم حاطين جامعات مصر كلها، ومفيش اوبشن اللي انت في مدرسة اصلا. فاهم؟ فاللي هو عارف انت اللي هو اللحظة اللي هو فاهم اللي هو طب ايه الكلام. فقلت بص يا سيدي، انا هقدم وخلاص وسيبها على الله. تمام، فقدمت. وبعد كده في الاديوكيشن سيكشن اخترت ايه، كان حاطين كل الجامعات وحاطين ايه اذر في الاخر، رحت دايس على الاذر. فاهم؟ وبس، وقدمت. بعد كده رحت الانترفيو. قلت ايه، هم شكلهم مش عايزين يقبلوا حد في مدرسه، فقلت ايه، انا مش هقول لهم ان انا في مدرسه، انا ادخل على الانترفيو واتعامل طبيعي. وفاهم يعني ايه، مش مكتوب على اورتي مدرسه يعني، فاهم؟ ايوه. بس فدخلت دخلت الانترفيو من هنا. طبعا كل الناس اللي هناك اصلا كانوا يا اما سينيورز في جامعه، يا اما في ناس اوه. اصلا كانوا متخرجين من الجامعه وفاهم، ويعني شغالين على بروجكتس كده. ما علينا يعني. قلت انا هدخل وهعمل ايه يعني، اتعامل عادي وخلاص. دخلت واتعاملت عادي. وبعد كده الحمد لله اتقبلت. تمام. ما شاء الله. يا وبعد ما اتقبلت، هم يعني اكتشفت بقى ان هم اصلا كانوش عارفين ان انا في مدرسه يعني، فاهم؟ بعد لما اتقبلت وقلت لهم ان انا في مدرسه، اللي هو انت جيت هنا ازاي، فاهم؟ اه جاي مع مين؟ يعني انت دخلت انت دخلت ازاي، فاهم؟ بس خلاص يعني قبلوني. فاللي هو ايه يعني، انت قبلت واحد على اللي هو قدمه في الانترفيو يعني، فاهم؟ مفيش حاجه يقدروا يقولوها يعني. فبس يعني اتقبلت ودخلت في رايز اب سامت ونظمت الايفنت معاهم. طبعا ده بقى كان ايه، من الحاجات اللي عرفتني، كان نقله، فاهم؟ اللي هو انا كنت بس فولنتير يعني، فاهم؟ انا ما عملتش حاجه قوي يعني، انا ما كنتش فاهم اللي هو اللي ماسك الايفنت يعني. ولكن كان لا يعني الاكسبوجر اللي جالي من الايفنت ده كان يعني رهيب يعني، فاهم؟ اللي انا بقى فجأة واحدة بقيت أنا بقى ما أتعامل مع إيه، مع أقوى الانتربرينورز في الشرق الأوسط، فاهم؟ وناس داخلة عليا وبنظم وإيفنت بقى إيه يعني، جاي وناس من حوالين العالم كمان، فاهم؟ والتوكس بقى ناس خطيرة بتتكلم فاهم اللي هو عارف أنت اللي هو دماغي كده اللي هو إيه يعني، مش عارف الكلمة اللي توصف. عارف بس الاحساس اللي هو انت اول لما بتخش في حاجه، انت بيبقى نفسك في وقت طويل يعني، لفتره طويله انك تكسبيرينس حاجه كده، عارف. اتس او انسبايرنج اي ثينك ان دي الكلمه بالظبط. الواحد يعني تدور عليها. ان انت ايه ده، انا ما كنتش عارف ان في حاجه كده. انا يعني انا فعلا مندهش من اللي انا بشوفه، وبتعلم كتير قوي. وهيغيرني الموضوع ده للاحسن يعني. اي جس ان وبتحصل لنا في حاجات كتيره جدا يعني. بس يا اتس اميزنج ان ده حصل لك بالظبط. في سن صغير قوي كده. بالظبط. فده حصل لي بقى من هنا، ابتديت بقى. ده كان اول بدايه ليا اللي انا اعرف اصلا ان انا interested in entrepreneurship يعني. كان اللي انا اعرف ان انا اصلا ايه entrepreneurship دي يعني، فاهم؟ انا كنت عارف اصلا ايه الكلمه دي معناها ايه يعني ايه رائد اعمال يعني، بتعمل ايه يعني، بتاع بيزنس، فاهم؟ يعني هو بتاع بيزنس بس يعني، فاهم؟ ما كنتش فاهم قوي كونسبت رواد الاعمال والايدياز، واللي هم يعملوا فكره جديده من الصفر ويحل مشكله والجو ده كله يعني. ما علينا. فكانت اكسبيرينس لطيفه قوي بالنسبه لي يعني ساعتها. انا بس عايز هنا اخد بس كويك بريك كده وكومنت على كام حاجه انت عملتها. اي ثينك ان هي ان الناس بتمس الموضوع ده جدا. واي ثينك ان الكام حاجه دي كي لنجاح الواحد. اول حاجه انت عملتها ان انت قلت لي في الاول فضلت ادور على اكسترا كوريكولار اكتيفيتيز. وكل الناس على فكره بتبدا كده، مش بتبقى تايهه بجد، مش عارفه هي بتعمل ايه ولا اي حاجه. انا حصل لي الكلام ده، وانا برضو كنت اي جي، فاهم؟ فحتى في الناس يعني بعض الناس بيبقى عندها فكره ان الناس اللي بتخش مثلا مدارس امريكان او اي جي بيبقى الحاجات دي متاحه ليهم.
that was not the case. انا I had to create the extracurricular activities بتاعتي. اضطريت ان انا مثلا اعمل اتحاد طلبه في المدرسه، انت اضطريت انك برضو تعمل حاجات وتريتش اوت لناس كتير وتشوف جروبس على الفيسبوك. بس النقطه ال يعني اللي حابب هايلايتها قوي هنا هو ان انت ما فضلتش تفكر انا عايز اعمل 1 2 3 4 5 6 ولا هو ايه تاوفر ويلم نفسك بالموضوع. انت كل اللي انت عملته انك دخلت مكان واحد، والمكان ده ابتدى يعرفك على الناس اللي عرفوك على حاجه تانية اللي عرفوك على حاجه ثالثه. فهي مش النقطه يعني احنا دايما بنبقى فاكرين ان لازم الرود ماب كلها تكون مرسومه في دماغنا عشان نعرف نبدا. يعني الخطه كلها تكون بيرفكت وسليمه 100%، واكون فاهم كل حاجه فيها ومفيش اي حاجه uncertain، وبعد كده ادخل. وده اكبر غلطه بشوف الناس بتعملها، وانا شخصيا 100% عملتها. فكره ان انا اخطط الاول بعد كده ابدا. اللي انت عملته ان انت بدات والخطه هي اللي انفولدد قدامك. يعني انت لقيت نفسك الموضوع بينفولد قدامك من غير اي حاجه خالص. فدي بصراحه حاجه انا يعني انا بنصح بيها بشده. يعني انت بس مش تخطط، لا انت جاست اسعى، وثروات السعي بتاعك هتلاقي ناس وهتلاقي opportunities تتحط في طريقك يعني. بالظبط 100%. يعني انا يعني هو برضو عشان بس ما حدش يفهمنا غلط، يعني الخطه ان انت يبقى عندك خطه دي حاجه حلوه جدا، يعني كده كده ميك بلان وكل حاجه. بس كده كده البلان دي يعني كده كده انت هتمشي، هتضطر تخرج بره البلان، يعني ده حاجه حتميه. يعني كده كده قبل ما تبتدي اي حاجه حط خطه، حط انت عايز تستغل وقتك ازاي، حط انت عايز تعمل ايه وهتشوف مثلا الاماكن ازاي. بس برضو سيب برضو شويه فلكسبيليتي. لو الدنيا ما مشيتش زي ما انت عايز ده طبيعي جدا، ده بيحصل لكل الناس. يعني اللي هو عايز يعمل حاجه في كلاب معين كان عايز يدخله قوي اترفض، خلاص يعني هي هل هتفضل قاعد تعيط وخلاص يعني؟ ولا لا خلاص يعني قوم ماشي، لا حصل خير، هنشوف حاجه تانية، هنشوف حاجه تانية، هندور، هسال، هشوف كذا كذا كذا. واغلب الحاجات اللي بتحصل لك عامه في حياتك بحس ان هي بتجيلك يعني ايه، آه يعني مش عارف، في زي جمله كده بتقول ايه، مش فاكر بالظبط الجمله بتقول ايه، بس هي معناها يعني ايه، ان الحظ بيجي لك لما انت بتشتغل جامد. يعني انت يعني مهم. مهم. اعمل يعني فاهم بوتن يعني ايه دو give it your all، وحصل ودور هنا ويمين وشمال وفوق وتحت وكذا كذا كذا، وفي الاخر لما تجيلك لازم برضه هيجيلك اللي هي الحته الحظ، اللي هي مثلا حد يقول لك بقى على الحته دي، حد يقول لك على الكلام ده. بس لو انت اصلا مش جاهز، يعني هتلاقي الاوبورتونيتي عدت من قدامك وانت اصلا ما عرفتش، ما خدتش بالك ان هي اوبورتونيتي. بالظبط. وبرضه حظ زي ما انت بتقول it's a function of exposure. يعني من غير ما انت بالظبط تكسبوز نفسك وتفضل تطلع مش هتبقى محظوظ عشان انت قاعد في اوضتك وما بتعملش اي حاجه. فهي يعني الناس بتبص، ممكن تبص لك وتبص على البروفايل او اللينكدين بتاعك مثلا او حاجه، وتلاقي اسامه مش عارف عمل تيدكس وعمل مش عارف راح مؤتمر ايه وكان فولنتير فين ومش عارف ايه، ومش فاهمين ان تحت كل ده انت قدمت على 500,000 حاجه تانية واترفضت فيهم كلهم. فاهمني؟ بالظبط فدي حاجه مهمه جدا الناس تستوعبها، ان الشخصيات اللي انتوا بتشوفوها، يعني انت زي ما انت شفت كنت شايف عمو بتاع MIT ده مبهر قوي بالنسبه لك، انت probably دلوقتي اي حد بيسمعك هيكون شايف يا لهوي اسامه ازاي عمل الكلام ده كله، ده مبهر جدا بالنسبه لي. بس لازم تبقوا بالظبط فاهمين اهو، يعني هو بيحكي بالظبط الباك اند اللي حصل والحاجات اللي اضطر يعملها وكل الاكسبيرينسز اللي اترفض فيها اصلا عشان يوصل المكان اللي هو فيه. بالظبط. فيعني ريفلكتنج الكلام ده على اللي حصل معايا في رايز اب، هو بيزيكلي يعني اعتقد بس اللي انا عشان بس عملت لهم لايك على فيسبوك، شايف لما فتحوا الفولنتير ابلكيشن شفته، فحاسس حوار انا بس حوار ان انت تفولو ناس كويسه، يعني تفولو ناس انسبايرنج بالنسبه لك، او تفولو ناس بتعمل حاجه انت عايز تعملها على فيسبوك او على السوشيال ميديا. الموضوع ده فتح لي اوبورتيونيتيز رهيبه رهيبه بجد. فاهم يعني لو انا كنتش عملت لايك بس لايك فاهم ده مش حاجه لايك رايز اب كنت هعرف ازاي ان هم نزلوا فولنتير ابلكيشن، فاهم؟ لو انا ما كنتش وحاجات كتيره بقى زي كده، فاهم؟ ممكن ارص من هنا للصبح، فاهم؟ ف يعني برضو دي نصيحه لو حد عايز يبتدي في اكسترا كريكولرز او في اي حاجه، اللي هو يدخل يشوف، فاهم؟ لو ايه في واحد مثلا معين بيعمل حاجه معينه يعمل له فولو، فاهم؟ واحد بيعمل حاجه انت عايزها ريتش اوت ليه، اتكلم معاه. في ناس ممكن ما تردش عليك عادي، تشوف حد تاني، فاهم؟ وكيب يعني فاهم، خليك وراها. ف يعني انا مع نهايه الثانوي، يعني مع بدايه الثانوي، زي ما كنت بقول في الاول، يعني مع بدايه وقتي في الثانوي كنت ايه اللي هو انا ما كنتش عارف
يعني اعمل اي حاجه ولا الاقي اكسترا كوريكولر فين ولا اي حاجه، تمام. مع نهايه الثانوي انا حرفيا كنت بوزع opportunities على اصحابي، فاهم؟ اللي هو بلاقي حاجه اروح داخل، يعني انا كانوا ايه بيسموني اسامه فرص، فاهم؟ اللي هو اسامه على طول يدخل على الجروب يقعد يبعت بقى حاجات، فاهم؟ يا جماعه في opportunity هنا، يا جماعه في بتاع هنا، يا جماعه في سكولرشيب هنا، يا جماعه في كلاب هنا بيدور، فاهم؟ فانا وصلت للكلام ده ازاي؟ بيزيكلي يعني اللي هو ابتديت احاول اكونكت مع ناس بتعمل فعلا حاجات كده، اهم. والسمبل از اللي انا بس بعمل لايك وبفولو entities او organizations على أو أشخاص فيسبوك يعني. حتى. او في طبعا أشخاص اشخاص كتير، يعني. يعني أنت at some point أنت بقيت الشخص اللي الناس بتدوّر عليه، فاهم؟ يعني أنت كنت بتدوّر على نَفْسك بعد ما أنت بقى إيه، فاهم؟ دخلت أو بقيت الpersona دي، الpersona بتاعة اللي هو أنا عارف أودّيك فين لو أنت حبّيت توصل أو حبّيت تدوّر على بالظبط. extracurricular activities. بس أنا حاجة تانية عجبتني جدًا نسيت أقولها، لمّا كنت باcomment على يعني المسيرة بتاعتك دي أو سعيك للextracurricular activities، هي نقطة برضه الناس دايمًا بتقفل opportunities على نفسها عشان they stick to the rules. بمعنى إن أنت لو كنت بصّيت ولقيت إن الموضوع جامعي بس وما حاولتش إن أنت تخش في الموضوع إيه من باب وراني شوية، you wouldn't have ما كنتش هتتعرّض لكل الحاجات اللي أنت اتعرّضت لها دي. أنا مش باقول إن إحنا نغش بالكلام ده، أنت ما غشيتش بأي شكل من الأشكال، أنت كل اللي أنت عملته إن أنت يعني ولا كتبت حتى، أنت بس simply ما قُلتش piece of information كانت ممكن تُقف ضدك، برغم إن أنت completely qualified إنك تعمل حاجة زي دي، بدليل إن أنت actually اتقبلت فيها، تمام؟ فهي الفكره ان في حاجات كتير زي دي بتبقى محطوطه عشان يعملوا حاجه اسمها weeding out للابلكيشنز. يعني ايه؟ ان انت مثلا بدل ما كنت هبص على 2000 ابلكيشن، لا انا كده بسبب اني شلت شريحه كبيره من الابليكنتس انا هبص على 250 ابلكيشن، فده هيسهل عليا التدوير، او ان انا يعني الاقي الابليكنتس دول او الاقي ابليكنتس كواليفايد اكتر. وده بيحصل على فكره في الشركات هنا مثلا في امريكا اساسا. يعني انت ممكن شركه تقول لك احنا عايزين 5 سنين خبره، بس تيجي تقدم او تيجي تعرف حد جوه الشركه يقول لك يا عم قدم على الموضوع انت، بس الكلام ده بيحطوه عشان يخوفوا الناس مش اكتر. فاي ثينك ان الاستراتيجي دي مؤسسات كتير قوي بتستعملها، مش عشان يعني مش عايزين الناس سهلوا الدنيا تقدم. على نفسهم يعني، بس فاهم. بالظبط، بالظبط عشان يسهلوا الدنيا بالظبط. على فانت نفسهم. لو عايز تدخل يعني لا يعني فاهم، حصل اللي هو يعني فاهم الدنيا ما ظبطتش، فاهم؟ زي ما أنت قُلت بالضبط، حاول فاهم تلاقي باب ورّاني، فاهم؟ اللي هو يعني فاهم اللي هو دَوّر. كان ممكن أترفض عادي جدًا، وعامةً أنا برضه في حاجات، يعني أنا برضه عشان بس الموضوع إيه ما اقعدش 10 ساعات باتكلّم، بس فاهم في حاجات كتيرة أوي برضه قدّمت فيها واترفضت عادي يعني، بس فاهم عادي. في حاجة واحدة بس اتقبلت فيها والحاجة دي غيّرت لي حياتي فعلًا يعني. ف وساعتها كنت أنا بقى الطالب اللي في the only high school student هناك. طبعًا أنت بقى متخيّل الموضوع، فاهم؟ يعني أنا واحد، يعني أنا كنت في المدرسة، يعني أنا لمّا ابتديت بقى أدخل في activities وكده، كنت أنا بقى في المدرسة إيه، اللي هو بقيت الشاب الخطير بتاع الextra curriculars اللي ايوه. فاهم في كل حتّة. دخلت بقى الجامعة ولأ، يعني فاهم، واحد مثلًا الإيه، الpresident بتاع مثلًا TEDx أو بتاع Isaac في عين شمس كلّها، فاهم؟ فده بالنسبة لي بقى فاهم اللي هو إيه، إحنا بنلعب في level تاني، فاهم؟ مش بس أنت كويس في المدرسة، لأ أنت واحد president بتاع club تقيل أوي في جامعة من أكبر الجامعات في مصر، فاهم قصدي؟ فالموضوع كان exposure رهيب، واتعرّفت على ناس ما شاء الله يعني لسه عارفهم لغاية دلوقتي، ولسه على تواصل معاهم لغاية دلوقتي، والناس دي فتحت لي opportunities كتيرة أوي. وده هياخدني بقى للpoint اللي بعدها، وهي إن مش بس يعني throughout Rise Up Summit أنا ابتديت بقى يعني إيه، ده كانش ده هو البذرة اللي خلّتني أعرف إن أنا interested in entrepreneurship عامةً، ولكن فتحت لي بقى opportunities تانية، زي يعني أنا كنت ساعتها أنا كنت داخل، واللي هو أنا كنت متحمس أوي للموضوع، تمام. فأنا كنت فعلًا committed بطريقة رهيبة يعني، بالذات في الevent أنا كنت يعني اللي هو إيه، يالّا يعني أنا بادوس يعني فاهم، وباشتغل جامد وكذا، كذا، كذا. فابتديت حتى وسط الناس، وكمان عشان أنا صغير أوي، ففاهم اللي هو اتشهرت يعني وسط الباقي الvolunteers وكده، والناس عرفتني يعني. فبعد كده لمّا خلّصنا، في واحد من الناس اللي معايا اللي كنت شغال معاهم، كانوا هينظّم event، هو كان برضه من الorganizers بقى بتوع الevent بتاع maker faire. maker faire ده للي ما يعرفوش هو زي event كده، يعني زي أكبر حدث للmakers في الوطن العربي. هو event كبير كده بيجيبوا basically يعني صُنّاع أو آمم
اللي هو الناس بتعمل اي حاجه عامه، يعني مثلا حد بيعمل روبوتس، حد بيعمل اي حاجه يعني، فاهم؟ اللي هو يعني اي حد صناعه او حد بيعمل حاجه مبتكر حاجه او هكذا، بيروح يعرضها هناك، وتلاقي بقى في اورجانيزيشنز كتيره قوي، وفي بقى مسابقات جوه الايفنت ده، وفي فاهم حاجات كتيره قوي زي كده يعني. لما يعني فاهم، لما انا اتعرفت على الواحد هناك ده اللي هو كان هو هيبقى الاورجنايزر بتاع ميكر فير السنه دي يعني، هو عجبته يعني، فهم كانوا بيدوروا على حد، فهم راح بيزيكلي هي ريفيرد مي يعني للتيم اللي كان محتاج حد يعني. فهي ريفيرد مي، بعد كده دخلت عملت انترفيو معاهم واتقبلت، وبقيت ايه فاهم، الاوبورتيونيتي جابت اوبورتيونيتي تانية. الاوبورتيونيتي التانية دي كمان كانت ايه بقى مختلفه يعني، او يعني مش مختلفة، بقيت بقى ليا فيها رول أكبر شوية، ما بقيتش بس فولنتير، بقيت لأ أنا من اللي يعني من اللي بيكوردينيت الايفنت، او فاهم اللي هو بقى الناس اللي بتظبط الايفنت نفسه، اللي بيكلم الناس بكذا كذا كذا، بيظبط الدنيا، فاهم؟ مش بس اشر في اليوم الايفنت يعني. آم، ودي حاجة تانية برضو يعني، قبل ما اكمل حابب الفت نظر الناس ليها، اللي هو في الشغل عامة انت يعني سمعتك مهمة قوي يعني، انت كشخص انت بتعرف تعمل يعني شغلك عامل ازاي، فاهم؟ يعني انا لو ما كنتش اشتغلت كويس و give 100% و give my 100% في رايز اب، ما كانتش الاوبورتيونيتي التانية دي جات لي، ما كانتش الاوبورتيونيتي التانية دي جابت اوبورتيونيتي تانية، فاهم قصدي؟ فحوار ان انت تسيب سمعة كويسة، حوار ان انت يبقى كلامك بيتكلم عليك، يعني حوار مهم قوي. ودي اول حاجة. والحوار التاني ان حوار ان انت تعمل علاقات، يعني طبعا. اللي انت تعمل علاقات مع ناس، الموضوع ده مهم بطريقه. انا لسه هجيب الموضوع ده سيرته قدام، ولكن انا لولا اللي انا عملت علاقات، يعني لولا واحد صاحبي اتعرفت عليه في درس راندم في كمبيوتر ساينس، درس كمبيوتر ساينس، ما كانش زماني رحت امريكا يعني غالبا يعني، فاهم؟ فهجيب هتكلم عن الموضوع ده ازاي. ولكن يعني بجد يعني لو اي حد بيسمع، يعني حاول تدور على ناس كويسه، ناس برضو ب... نفسها توصل لنفس اللي انت عايز توصل له، او ناس عامه يعني بتحاول تطور نفسها، بتحاول تعمل حاجات مختلفه، بتحاول كذا كذا كذا. العلاقات اللي هتعملها مع الناس دي بجد ممكن تريزلت في opportunities كتيره قوي انت ما تعرفش، فاهم؟ ممكن واحد مثلا يكون بيدور على حد يشتغل معاه على بروجكت، وبعد كده يعرفك فيقول لك يا فلان ما يلا، فاهم؟ فيلا هكذا يعني. وحتى في الجامعه يعني، انا في الجامعه I founded a startup دلوقتي يعني I'm دلوقتي leading a startup في الجامعه عندي. والجامعه دي انا برضو يعني basically اتعرفت على ال other founders basically من خلال كورس كمبيوتر ساينس، فاهم؟ كورس كمبيوتر ساينس كان هو واحد فيهم كان هو التي اي بتاعي، او هو كان المعيد بتاعي، تمام؟ فانا كنت يعني سبت علاقتي بيه كويسه، وكنت بهزر معاه وبتكلم معاه بقى في بيزنس وبتاع وحاجات كده. وبعد كده لما جه يدور على حد، كنا اتكلمنا مع بعض كتير، يعني ايه كنت على باله، فراح قال لي يا اسامه ما يلا، فيلا. والحوار ده غير لي حرفيا حياتي في الجامعه. يعني انا لولا اللي انا اتعرفت على الشخص ده ودخلت معاه وعملنا البيزنس ده، انا كان زماني في حته تانية خالص دلوقتي في الجامعه يعني. في حاجات كتير قوي حصلت، هي بس يعني مورال اوف ستوري يعني، اللي هو اتعرفوا على ناس و keep in touch معاهم، ظبطوا علاقتكم معاهم، مم. وتعرفوا على ناس كتيره يعني. بالظبط. بس عشان وعلى بس فكره يعني ما يعرفش، انا واسامه، ولا يعني انا من اسكندريه واسامه من القاهره، ما دخلناش مدرسه مع بعض، ما فيش اي. واسامه انت مش سي 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 باي ذا واي، صح؟ يعني انت ما دخلتش سي سي سي، مش كده؟ لا دي لا حاجه برضه حبيت، يعني كنت حابب نتكلم عليها في المستقبل، او يعني قدام في البودكاست. بس اسامه يعني من الناس القليله اللي بكلمها اللي ما دخلش سي 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 وستيل عارف يروح امريكا. ده دليل ان عادي جدا ان الواحد ما يكونش سي 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 ويروح امريكا. المهم، أسامة كل اللي عمله I think as far as I remember ان هو بعت لي مسج يا اما على الفيسبوك او على انستجرام، وده الطريقه اللي توصلنا بيها literally، ما عمليش اكتر من كده. انا والفكره بقى في ايه، ان انا الطريقه اللي كلمني بيها هي عشان انا كان وقتها بيكلمني ناس كتير، يعني وقتها كان الشانل بتاعتي يمكن اتوك اوف شويه، وكان او والله ما فاكر كان قبل ولا بعد الشانل، بس هو المهم انه كلمني يعني. و, و وحسيته بروفيشنال، وحسيته فعلا واحد فعلا عايز ينمي من نفسه، مش اللي هو بيقول لي يعني انا عايز اعمل كذا تصرف لي انت بقى، تمام؟ حسيت ان هو عمل اوريدي اللي عليه، وبعد كده كلمني ووقتها عرفت ان انا فيده، عشان هو
عرف يساعدني اساعده. يعني دي كونسبت اوقات كتير قوي مش بناخد بالنا منها، بس انت محتاج تدي اللي قدامك معلومات كفايه يساعدك بيها انك تساعده. فحتى ايفن علاقتنا مع بعض، يعني اسامه ما شاء الله من الشخصيات الجامده جدا في حته ان هو ايه يعرف يكون علاقات، وعلاقات تنفعه وتنفع الناس اللي حواليه. ف شابو ليك طبعا في حته زي دي. يعني يعني انا I'm glad ان انت اتكلمت فيها وشجعت الناس عليها، يعني او يشاد لايت على الموضوع ده. ربنا يخليك. برضه ريفلكتنج على البوينت اللي انت لسه قايلها، اللي هو help people help you. بجد الموضوع ده مهم قوي يعني يا جماعه. اغلب الناس بجد نفسها تساعدك. يعني انت يعني اغلب الناس نفسها تساعد غيرها، يعني فاهم؟ لو واحد وصل لاي نجاح هو نفسه يساعد غيره، ونفسه الناس التانية توصل لنفس النجاح ده، تمام؟ ولكن حط نفسك مكانه اللحظه. الواحد ده ممكن يكون بيجي له مسجات كتير قوي، واحد ده برضه هو عنده شغل، عنده حياه، عنده مسؤوليات، عنده كذا كذا كذا. فتخيل انا مثلا، انا دلوقتي واحد مشغول قوي، يعني ما عنديش غير نص ساعه في اليوم بتاعي فاضيه، تمام؟ وجاي لي مسجين. مسج واحد بيقول لي ازيك يا اسامه، انا عايز اذاكر، انا عايز اسافر امريكا، اعمل ايه؟ واحد تاني بيقول لي يا اسامه انا كذا كذا كذا، انا خدت انا بجهز وهدخل السات ان شاء الله بعد 3 شهور، وعملت ايرسر هتلر ده، وعملت كذا كذا كذا. انا بس ينفع كنت عايز اعرف منك ازاي عملت الحته الفلانيه كذا كذا كذا، هل عندك بالظبط. وقت نتكلم على كذا؟ طبعا يعني هودي النص ساعه دي للشخص التاني اللي هو يعني it's very clear ان هو عمل his research. it's very clear ان هو شخص اصلا مجتهد وهو فعلا مش بيهزر، فاهم؟ يعني انا برضو مش عايز اضيع وقتي على حد هو اصلا مش عايز يشتغل على نفسه، فاهم قصدي؟ وانتوا بتريتش اوت لحد، ما تبعتش بس رساله كده ايه انتو ذا فويد ويلا، وهو ما بعتش وما ردش عليك وخلاص بقى الدنيا جايه عليا وانا حظي وحش في الدنيا. لا يعني شوف يعني فاهم، حسسه ان انت فعلا مهتم، وان انت فعلا مش هتضيع له وقته. انت فعلا الشخص ده لما يديديكيت نص ساعه فيك، النص ساعه دي ممكن تغير لك حياتك. لو اي حد عرف ان هو لو ادالك نص ساعه ممكن تغير لك حياتك كده، يعني انا بقول لك 99% of the people طبعا هيديديكيت النص ساعه دي. ان شاء الله شغال فين، ان شاء الله فاوندر فين، ان شاء الله بينيل ايه. لا طبعا يعني فاهم، احساس ان انت تغير لواحد حياته ده، يعني ده اي حد نفسه ان هو فاهم يقدر يساعد حاجه زي كده يعني. بس انت بس ريتش اوت بالطريقه الصح، ريتش وعرفه ان انت عملت اللي عليك يعني. مهم. 100%. وكمان يعني انت في حاجه قلتها وانت بتقول الاكزامبل، انا اسمي كذا كذا، عملت كذا كذا، مش عارف ايه، وفي الاخر نهيت خالص ممكن تساعدني في الحته الفلانيه. يعني انت كنت سبيسيفيك جدا. كول تو اكشن السبيسيفيك لازم بالظبط. تحط لازم تحط كول تو اكشن اللي هو في الاخر. ويكون سبيسيفيك، يعني يكون بالظبط. فيري سبيسيفيك كول تو اكشن، اللي هو مش ازاي اسافر بره. ازاي اسافر بره؟ انا قعدت سنتين كاملين بروح سيشنز كتير جدا، وفاتح يوتيوب شانل كامله بتكلم فيها على ازاي اسافر بره، وعملت 50 فيديو، وستيل انا ايه يعني كميه الحاجات اللي لسه مش انسرد كتير جدا. فهي النقطة دلوقتي ان يعني كل ما السؤال يكون مبهوأ قوي، وكل ما السؤال يكون جينيريك جدا، كل ما هتصعبوا الموضوع على الناس اللي قدامكم ان هم يساعدوكوا. فتاني، ساعدني اساعدك. يعني اسأل سؤال سبيسيفيك جدا جدا. قول انا عندي حتة معينة في الريكومنديشن لتر بتاعي مش عارف اتصرف فيها ازاي، كده هعرف اساعدك. يعني لما تبقى سبيسيفيك جدا هعرف اساعدك. ف بوينت كويسة جدا. يعني انا ام جلاد ان انت برضو اتكلمت على الحتة دي. بالظبط. وحتى يعني برضو عشان برضو ما حدش يعرف، يعني لو انت حتى لسه ما وصلتش اصلا لحته الريكومنديشن ليتر، او لسه برضو مش عارف الموضوع ده. يعني هو دلوقتي الصراحه ما شاء الله يعني باليوتيوب شانل بتاعت عمر انت ما عندكش اكسكيوز يعني فاهم. انت تدخل على اليوتيوب شانل هتلاقي كل حاجه موجوده قدامك. فاهم لو انت مثلا من 5 سنين قدام كان ماشي، لو ممكن نقول انت مش عارف ازاي تعمل كذا او. بس انت دلوقتي لو دخلت على اليوتيوب شانل بتاعت عمر، انا قبل كده دخلت عليه ما شاء الله، هو شارح كل حاجه. يعني هو شارح الابلكيشن بروسيس من الالف للياء يعني تقريبا، فاهم؟ اللي هو من اول انت اصلا تبتدي ازاي، وللكومن اب للبتاع اللي هو ابتدي بس الحاجات دي، وبعد كده ابتدي ريتش اوت للناس. طيب لو انت مثلا ليتس سي ان انت مش اصلا عايز تروح امريكا، ليتس سي ان انت في حته تانية وعايز تريتش اوت لحد في حته تانية، ومفيش عندك قوي سؤال سبيسيفيك. يعني انا مثلا من كام يوم كان في واحد اعرفه، كان في زي ماسترز بروجرام كده انترستد فيه قوي، هو في الصين. مش عارف انا اعمله ولا لا يعني، بس هو جامد يعني وانترستد فيه، تمام؟ وانا الصراحه يعني دخلت دورت عليه شويه وفهمت شويه فيه، تمام؟ ولكن من كام يوم لقيت واحد مصري اتقبل، يعني عمله من سنتين يعني. هو ده يعني ماسترز بروجرام تقيل قوي وكومبيتيتيف قوي، والصراحه كنت عايز اتكلم قوي مع الشخص ده، تمام؟
بس انا الصراحه ما كانش عندي حاجه معينه فيري سبيسيفيك اساله فيها. فبيزيكلي رحت دخلت عرفت اجيب ايميله. يعني لو برضه لو حد مش عارف يجيب ايميل حد ازاي، ادخل على لينكدين وحاول تبعت له ايه كونكشن مسج وحط له نوت. تمام. ما علينا يعني جبت ايميله وبعد كده بعت له الايميل قلت له ازيك عامل ايه انا اسامه. اديت له فيري بريف انترو عن ماي سيلف وبعد كده اتكلمت عليه وعلى ال البروجرام اللي هو فيه وقلت له فاهم يعني حسسته ان انا يعني فاهم I would love to chat كذا كذا كذا. يعني انا عندي شويه اسئله على على this program و I would love to chat. الشخص ده هو دلوقتي ما شاء الله يعني هو ماسك ستارت اب كبيره ولسه اصلا they just raised يعني a series A funding فاهم هو شخص مشغول قوي يعني. بس لما بعت له الموضوع بالطريقه دي وحسسته فعلا ان انا شخص يعني مرتهد شخص مش هيضيع له وقته. قال لي طبعا I would love to chat وفاهم واحنا دلوقتي بنظبط وقت نتقابل فيه وهيتكلم معايا اكتر على الماسترز بروجرام اللي هو عمله من سنتين. فهي دي الفكره بس اللي هو help people help you يعني. بس فعشان برضو ما نطولش قوي خلينا ندخل يعني نكمل. ف فبس فانا كنت وصلت اللي انا ايه ساعتها كنت دخلت ميكر فير. وبرضو كنت عايز اقول حاجه بقى على ميكر فير عشان الناس برضو تعرف انه عادي ان انت تبتدي من ما فيش. يعني انا ميكر فير انا كنت عارف عرفت عن ميكر فير برضو من عن فيسبوك وانا في تانية ثانوي. تمام. و ساعتها كنت حضرت الايفنت ساعتها بقى يعني الصراحه التيكت بتاعتهم كانت غاليه قوي فاللي هو كانت يعني بسعر يعني افوردبل بالنسبه لي فالحمد لله فاشتريت التيكت ورحت حضرت الايفنت. وبعد كده ده تقريبا وانا في اولى ثانوي حضرت الايفنت. بعد كده في ثانيه ثانوي كنت عايز افولنتير معاهم لقيتهم برضو نزلوا فولنتيرنج ابلكيشن. تمام. فرحت دخلت ومليت الابلكيشن وبعد كده لقيتهم كاتبين submit your CV. انا طبعا واحد في ثانيه ثانوي وعمري ما عملت حاجه اصلا قوي غير الدراسه يعني CV ايه يا نجم يعني فاهم. انا اصلا كنت مش عارف الCV ده عامل ازاي يعني فاهم يعني مم. احنا انت بتتكلم في ايه فاهم. فاللي هو يعني كنتش عارف بس الصراحه كنت نفسي قوي اروح يعني افولنتير معاهم. فبعت لهم رساله على الفيسبوك وسالتهم طب انا ما عنديش CV هعمل ايه. قالوا لي جاست يعني ايه اكتب بس الحاجات اللي انت اي حاجه عملتها قبل كده وابعتها يعني. قلت لهم ماشي. فرحت دخلت على وورد دوكيمنت وكتبت I'm still a student I don't have a CV. تمام. ودخلت على الابلكيشن واي سبميتد حاولت اسبميت الوورد دوكيمنت ما رضيش يسبميت ليه عشان هم كانوا عايزين PDF. الفكره بقى يعني انا دلوقتي طبعا بضحك على نفسي ساعتها قوي يعني بس كنت مش عارف احول من وورد دوكيمنت لPDF. يعني فاهم اللي هو الموضوع كان فاهم ما عرفتش اقدم ساعتها. الموضوع ده كان قبل الديدلاين فاللي هو ما عرفتش اقدم اصلا ساعتها في الاوبورتيونيتي دي اللي انا ابقى فولنتير معاهم عشان بس ما عرفتش احول من الدوكيمنت للPDF واسبميت ماي CV. وبعد كده الحمد لله بعدها بسنه بقيت انا ايه شغال معاهم في يعني بنظم الايفنت نفسه. فاهم هي بس سنه يعني. فهي دي الفكره ان هو يعني عادي كلنا بنبتدي من حته يعني فاهم اللي هو عادي. انا واحد ساعتها ما كنتش عارف ايه الCV ده اصلا ما كنتش عارف فاهم احول من وورد دوكيمنت لPDF فاهم اللي هو كنت صباح الفل خالص يعني. ولكن فضلت مكمل يعني وحاجه جابت حاجه جابت حاجه بس في سنه الحمد لله بقيت انا شغال معاهم اصلا مع الناس اللي بتنظم مهم. الايفنت يعني. فكنت وبعدين عايز احنا بس بنتكلم في حد يعني انك معلش يعني قطعتك انك واحد زي ما انت described yourself في الاول انت واحد دحيح جدا طول عمرك متفوق في الدراسه طول عمرك مش عارف ايه فاللي هو الناس برضه ممكن يبقى عندها ايه الاسامبشن ان انا فاهم بقى كل حاجه يعني انا فاهم في الكمبيوتر وفاهم في الابلكيشنز وفاهم يعني ايه CV وعندي علاقات جامده جدا واي حاجه بقدم عليها بتقبل فيها ومش عارف ايه. that is not the case. يعني انتوا متخيلين اهو واحد ما شاء خالص. الله نيرد ماث وفاتح ستارت اب دلوقتي وشوفوا علاقاته عامله ازاي ما كانش عارف يعني يحول من وورد لPDF اللي هي ابسط حاجه انت ممكن تعملها على الكمبيوتر. انا عايز اقول لكم انا من شويه والله من بودكاست ابيسود فات ولا حاجه قعدت نص ساعه تقريبا وفي الاخر اكتشفت ان يعني المايك مش شغال نص ساعه فعمال بقى ادور ومش عارف ايه لقيت ان انا الانبوت حطه غلط. تمام. يعني سبحان الله في حاجات كده عارف الواحد بيحس ان هو لا انا يعني انا فاشل انا اللي هو مش عارف اعمل حاجه بالبساطه دي فانا كده فاشل. بس يعني
رأفة بنفسكم، يعني كل حاجه بتاخد وقت، كل حاجه الواحد بياخد وقت عشان يتعلمها، وحتى بعد ما بيوصل وبيبقى حاجه يعني كبيره، او في مسيرته التعليميه اتعلم كتير قوي، ستيل في حاجات بسيطه برضه مش هيكون فاهمها وهيضطر ان هو يتعلمها. طبعا دي حاجه بسيطه قوي موضوع البي دي اف ده، بس يعني I wanted ان انا كومنت عليها، يعني عشان ايه ما نافورش اي حاجه بسيطه بالشكل ده. بالظبط. ما هو برضو مش بس البي دي اف، يعني برضو انا في الاول قلت الايميل اللي هو فاهم، بعت الايميل كله في السبجكت فاهم. بالظبط. فاللي هو يعني انا دلوقتي ببص على نفسي، يعني انا ساعتها لو كنت فكرت بقى اللي هو يعني باي ذا واي، يعني لما بعت ايميل برضو لحد تاني، يعني ام اي تي الحمد لله ردوا عليا، بس لما بعته قبل كده الاورجنايزيشن في مصر بسالهم على مسابقه كده بيعملوها، عملت نفس الحركه برضو، اللي هو كتبت الايميل كله في السبجكت. اللي رد عليا رد رود قوي، يعني قال لي اللي هو يعني فاهم اللي هو يعني اكتب الايميل صح وبعد كده بقى ابعت لي تاني فاهم. بس انا يعني مش يعني هتقابلوا ناس زي كده عادي، يعني اللي هو خلاص يعني فاهم، مش مشكله سيبك منه وكمل فاهم. بالظبط. فهي الفكره ان انت لو فضلت واقف وقابلت مشكله مهما كانت صغيره او كبيره، فضلت واقف عندها، ما انت هتفضل عندها طول حياتك. فاللي هو خلاص يعني فاهم، حصل مشكله مثلا انا ما كنتش عارف حاجه معينه، طيب ازاي اعرفها؟ ازاي؟ واحده واحده، ستيب باي ستيب باي ستيب، تلاقي نفسك وصلت لحاجه، يعني هتلاقي نفسك وصلت يعني عليت جامد وانت فاهم هي بس ستيبس صغيره انت بتاخدها يعني. امم فبس فدي بالنسبه للنقطه دي يعني. انت كده تالتة كله ثانوي اساسا، امريكا مش يعني اصلا مش على الخريطه دلوقتي، انت بتذاكر لا لا، الماني امريكا وبتعمل ايه؟ امريكا ايه؟ اكسترا كريكولرز، مفيش امريكا اصلا على الخريطه، ولا مفيش في سي امريكا سي خالص سي، يعني. ولا انت عارف البروسيس عامله ازاي، ولا ولا الهوا. اعرف ايه سي سي ده اصلا، ولا اعرف ايه امريكا، ولا اعرف ايه. يعني انا كنت فاهم انا شخص بس بيعمل اكسترا كريكولر اكتيفيتيز عشان هي بتفيدني، يعني فاهم، هي حاجه اولا كنت بديفلوب immensely من خلالها، وبتعرف على ناس خطيره وبطور نفسي جامد وكل الحاجات دي. فانا واحد ايه، كنت بعمل extracurricular activities يعني لهذا السبب فقط يعني. بس فنرجع بقى ايه، سنس اللي انت جبت سيره الجامعات تاني وامريكا، نرجع بقى ايه للدراسه تاني. تمام. فساعتها بقى ده كان في نص جريد 12 كده، او في الاول تقريبا في جريد 12. تمام. كنت ده اللي قدمت هو بقى وقت ايه في التقديم. كل فكنت قدمت كنت ساعتها قدمت على الجامعات في في انجلترا، قدمت على الجامعات في كندا، وقدمت وكنت لسه شغال في بروسيس المانيا، بس مش فاكر بالظبط ايه اللي حصل. بس يعني بعد ما اتعلمت الماني بسنه، يعني في حاجه حصلت فاضطريت اوقف الماني، تقريبا في مشكله قابلتني فما عرفتش اكمل في حوار المانيا. مش فاكر ايه الصراحه بالظبط، بس ما علينا يعني. كنت شغال بقدم بس في انجلترا وفي كندا. تمام. ساعتها انا كنت لسه بنفس المايند سيت اللي انا ايه، لو هروح بلد هروح توب 5 سكولز هناك يعني. قدمت على يعني اتقل 5 جامعات في انجلترا، اتقل 5 جامعات في كندا، والحمد لله اتقبلت فيهم كلهم. تمام. وبعد كده اللي هو اتقبلت فيهم كلهم والدنيا تمام، بس الفلوس بقى ايه اللي حصل؟ كنت طبعا انا برضو كنت عبيط، يعني كنت بقدم على سكولرشيبس برضو مع الايه، يعني بقدم على الجامعه نفسها وفي نفس الوقت بقدم على سكولرشيب. بس للاسف يعني في سكولرشيبس اتقبلت فيهم، ولكن الفاندنج اللي جالي كان ضعيف قوي، يعني اللي هو كان لسه هيخليني ادفع يعني رقم خزعبلي لسه يعني ستيل فاهم. في اللي هو even though اللي انا اتقبلت في كل الجامعات الخطيره اللي انا نفسي اروحها في انجلترا وفي كندا، كل حاجه فاهم اللي هو ايه came to an end كده، اللي هو خلاص يعني الفلوس وقفت في طريقي بقى فاهم. وساعتها الصراحه يعني دي كانت من، يعني انا فاكر ساعتها يعني انا كنت زعلان قوي يعني فاهم ليه؟ عشان انا كنت بقالي يعني الاي جي كله فاهم، انا زي ما بقول لكم يعني ال يعني في مصر الطبيعي ان انت تاخد 8 او ليفلز، يعني 8 ليفل اللي هو متوسط وواحده اي ليفل. انا كنت واخد 4 اي ليفلز، خدت 4 اي ليفلز تمام، و8 او ليفلز. فاللي هو انا كنت واخد لود رهيب، وكنت يعني جاي ضغطت على نفسي ضغطه رهيبه عشان اعمل كده. وفي الاخر فاهم اللي هو عارف انت لحظه اللي هو ايه، كل ده راح في الهوا بقى فاهم، اللي هو كلهم ماشي اتقبلت فيهم كلهم، بس عشان الفلوس مش هقدر اروح اي حته. فكانت طبعًا يعني قعدت فترة كده زعلان شوية وكده، ولكن يعني أنا برضه الحمد لله عندي الmindset دي، اللي هو دايمًا لمّا بيحصل أي حاجة أو أي فشل أو أي حاجة، أنا بابقى باقول لنفسي بُص يا أسامة أنت عندك خيارين. تمام. يا إما
وتقعد تزعل بقى وتندم حظك وتقول أنا ليه ما اتخلقتش غني، وليه ما اتخلقتش كندي طيب، ليه أهلي ما سافروش كندا وولدوني هناك فاهم، وكان زمان الدنيا اتحلت. فاهم، يا إما بس أنت وأنا لو عملت الoption ده هافضل طول حياتي في نفس الحتة دي فاهم، خلاص يعني فاهم، فشلت فشل معين هافضل طول حياتي باندم في حظي وبالوم الظروف وبالوم أهلي وبالوم الدنيا وبالوم الفلوس فاهم. بس يا إما أعمل option تاني اللي هو خلاص يعني اللي حصل حصل، أنا دلوقتي أقدر أعمل إيه، فاهم، خلاص يعني تمام. أوكي اترفضت في كل الجامعات يعني ما اترفضتش قصدي، يعني مش هاقدر أروح كل الجامعات اللي أنا عايز أروحها. هل يعني خلاص هافضل أعيّط بقى طول حياتي على الموضوع ده، والّا خلاص يعني حصل خير وإن شاء الله ربنا شايل لي الخير ونشوف بقى أقدر أعمل إيه تاني؟ فطبعًا يعني فده اللي أنا الapproach اللي باحاول أعمله. طبعًا يعني برضه إحنا مش روبوتات، يعني طبيعي إن أنت عندك مشاعر، طبيعي إن أنت لمّا تقابل مشكلة أنت بتزعل، طبيعي. وأنا يعني خلّيت نفسي أزعل شوية أو خلّيت نفسي أتضايق شوية، اللي هو ادّيت space لمشاعري إن هي يعني فاهم، اللي أنا أقدر express مشاعري عشان زي ما قُلت يعني إحنا مش بس إيه روبوتات، اللي هو تدوس على الزرار يشتغل، تدوس عليه يقفل يعني. فاللي هو زعلت شوية، ولكن بعد كده بقى اللي هو خلاص اللي حصل حصل، خير إن شاء الله وكمّل يعني تمام. فساعتها بقى إيه كنت كمّلت بعد كده ده بس بالنسبة لحوار الأكاديمي يعني تمام. فبعد كده خلّصت كنت ساعتها في نُص تالتة ثانوي، وكنت خلاص بقى اللي هو إيه فكست بقى يعني حسيت بقى إن السفر برّه مش هيمشي يعني فاهم. فيعني اللي هو إيه وصلت بقى اللي هو خلاص عادي يعني، وإن شاء الله هادخل جامعة كويسة في مصر وخلاص يعني اللي هو إيه هاكمّل وهاهاصل وإن شاء الله يعني إيه ربنا هييسّر لي الدنيا يعني تمام. وبس في سنة تالتة بقى يعني برضه قبل ما أرجع تاني لحوار بقى أمريكا وإزاي ابتديته، عايز بس أجيب سيرة أرجع تاني للextracurricular activities سريعًا. ففي سنة تالتة بقى بعد ما إيه ما دخلت rise up ودخلت maker faire ودخلت بقى الTEDx as a member ودخلت شوية حاجات تانية كده، كنت الصراحة بقى حسيت اللي أنا إيه عايز أعمل حاجة بقى على كبير شوية أو على حاجة بقى تفيد الناس يعني فاهم. أنا كنت حاسس إن هو يعني إحنا في المدرسة عندي إحنا ما فيش حاجة بالنسبة لنا وبرضه يعني هو أعتقد الكلام واضح، بس أنا I didn't go to STEM I didn't go to anything like that فاهم، اللي هو كنت في مدرسة عادية خالص والطلبة أغلب الطلبة اللي فيها يعني هو بس دراسة وخلاص يعني. فحسيت بقى لأ، اللي هو يعني عايز أعمل حاجة في المدرسة تبتدي تخلّي الناس تعرف أهمية اللي أنا حسيت بيه من خلال rise up ومن خلال الmaker faire ومن خلال الحاجات اللي أنا عملتها في السنة دي. يعني أنا حسيت إن سنة واحدة بس ساعة ما دخلت الNGO آمم، واللي هي الinternship في سنة تانية ثانوي، لغاية لمّا إيه بقى بعد maker faire وبعد rise up حسيت إن أنا اتغيّرت أوي، اللي أنا بقيت بافكّر بطريقة تانية، بقيت أعرف ناس في حتّة تانية، بقيت تفكيري اتغيّر تمامًا. فكنت عايز بقى إيه نكبّر الimpact ده يعني. فI went وشُفت واحد صاحبي وكنا بنتكلّم مع بعض وقُلنا طَب ما نفتح إحنا TEDx عندنا في المدرسة تمام. فقُلنا يالّا بينا. فتحنا TEDx عندنا في المدرسة. طبعًا إحنا قابلنا مشاكل كتيرة جدًا من المدرسة نفسها ومن أهلنا فاهم، ومن كل حاجة يعني فاهم، اللي هو من المدرسة نفسها أنت يعني أنت إيه عايز تعمل event وعايز تعمل بتاع، وبقى مشاكل وسين وصاد وحاجات كتير زي كده. من الأهل طَب يا ابني مش أنت عندك مذاكرة بتذاكرها، أنت إيه اللي أنت بتعمله ده؟ الموضوع كان يعني very time consuming. فأنت إزاي بتعمل كده؟ هكذا، كذا، كذا، كذا. بس كمّلنا يعني فاهم، وحاولنا طبعًا إيه كل ما تيجي مشكلة نحاول نحلّها يعني. في الحتّة دي قبل ما أكمّل حابب برضه حاسس إن الموضوع ده ممكن يفيد الناس. أعتقد مشكلة كبيرة في مصر ممكن تقابل حد عايز يعمل extracurricular activities هي أهله، اللي هو أهله يقولوا له: "يا ابني يعني أنت بتضيّع وقتك." فاهم، زي ما أهلي قالوا لي وأنا متأكد برضه ممكن أهلك يكونوا قالوا لك كده يا عمر. فاهم اللي هو يا ابني ما تركّز في دراستك يا ابني بقى وفُكّك من فاهم الهبل اللي أنت بتعمله ده بقى إيفنتات إيه وTEDx إيه وspeakers إيه، أنت جاي تهزّر فاهم. ف فأنا هاقول يعني أنا على الأقل الطريقة مشيت معايا إزاي. طبعًا كل واحد مختلف، ولكن ممكن يدّيكوا يعني insight يعني. basically أنا حاولت أحُط نَفْسي مكان أهلي تمام. يعني أهلي هم دلوقتي عايزين إيه؟ بالآخر يعني أغلب الأهل يعني أغلب الأهالي على الأقل يعني عايزين مصلحة ابنهم صح؟ عايزين ابنهم يبقى شخص ناجح، شخص شاطر، شخص كذا. فهو لمّا بيقول لك يعني لأ أنت ما تعملش extracurricular ما تعملش بتاع،
هو في دماغه من طريقه تفكيره هو كل اللي شافه في حياته ان ايه، لا انت بتذاكر وبتجيب درجه عاليه عشان تدخل طب او هندسه، وبعد كده تدخل طب او هندسه، وبعد كده فاهم بتمشي بالطريقه دي. إمم. فحوار اكسترا كيركلرز او بيرسون ديفلوبمنت او كده ما يعني ما شافهوش قبل كده، ما يعرفش قوي إمم. اهميه الموضوع ده. مش راكبة فده مع الح... مع المسار ده يعني. مش بالظبط. بالظبط يعني لما ايه، لما تعمل تدرس ايفنت يعني ده هيدخلك هندسه يعني ولا ايه، اهم. فاهم قصدي. فحاولت يعني الاول افهم هم where they are coming from. هم يعني بيفكروا ليه او بيفكروا بالطريقه دي ليه، وبعد كده بقى احاول يعني اسمها ايه، I guarantee to them يعني ان انا لا يعني ان انا شخص responsible، فاهم ان انا شخص يعني انا شخص انا فاهم هو بيعمل ايه، وشخص هو يعني ماشي. انا عارف ان انتوا خايفين على مصلحتي، ولكن انا برضو خايف على مصلحتي، وانا برضو بعمل اهم. كذا كذا كذا. فبيزيكلي كنت بحاول اوريهم يعني ان انا دراسيا كنت كويس اصلا، يعني انا دراسيا كنت الحمد لله بحاول اجيب درجات كويسه. وبعد كده ابويا قال لي يعني انت هتعمل الحاجات دي ما ده هياثر على مستواك الدراسي. قلت له يعني يا حاج ما تخافش، انا ان شاء الله هحاول اظبط الدنيا يعني. وبرضه قلت له حتى ولو الدنيا يعني اكيد طبعا ده هياخد شويه وقت من الدراسه، ولكن حتى لو خدت شويه وقت من الدراسه، فانا بالنسبه لي كاسامه حاسس ان الاستفاده اللي هطلع بيها من الحاجات التانية اللي بعملها ممكن تبقى كبيره قوي لدرجه ان هي يعني ما جاتش قوي على يعني فاهم. لو مثلا كنت بجيب اي ستار مثلا وجبت ايه فاهم يعني. Yeah. حاولت يعني اوصل له البوينت دي يعني. واوصل له قد ايه الموضوع مهم، وقد ايه الموضوع مفيد، وقد ايه كذا 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 كذا، واكلمه من وجهة نظره هو. اعتقد دي برضو مشكلة بتقابل كتير قوي من التينيج، من Yeah، المراهقين مراهقين. عامة. Yeah. اللي هو ان بيبقى بيكلم اهله من وجهة نظره هو، ومش فاهم اهله مش فاهمينه ليه. ما هو لا، ما انت في اي نيجوشيشن او يعني مفاوضات أو حاجة. في أي مفاوضات أنت أهلك يعني فاهم لازم تعرف الشخص اللي قدامك بيفكر إزاي، لازم تعرف الشخص اللي قدامك إيه الmotivations يعني الmotivations اللي ورا الarguments بتاعته، أيوه، فاهم؟ أيوه. وتحاول تتارجت الmotivations دي، أو تحاول answer the questions that he is thinking of. بالضبط. آمم، دي حاجة مهمة فبس جدًا، يعني. وأنت يعني مش أول واحد على فكرة أكلمه يقول الحتة دي عشان إقناع الأهل، سواء كان بالسفر أو سواء كان بالextra curricular activities أو. لأ، دي حاجة مهمة، يعني دي جزء أساسًا من التقديم على بالضبط. برّه، ولازم نفكّر فيه زي ما إحنا بنفكّر في إزاي نقدّم على الجامعة. لازم نحُط نفسنا، ويعني الفكرة إن أهلنا تاني مش عايزين يعملوا حاجة ضدنا، that's not the case. أهلنا خايفين علينا جدًا، ويمكن اللي بيخلّيهم يفكّروا في حاجة زي مثلًا طِب وهندسة أو الtraditional track هو الtrack اللي هم عارفينه واللي هم مرتاحين له، مش عشان يعني مش عايزين يحطّوكوا في القالب ده عشان هم عايزين يكسّروا في مقاديفكم ويقتلوا طموحاتكم والكلام ده خالص. الموضوع مش كده بأي شكل من الأشكال يعني. بالضبط، بالضبط. يعني أغلب الأهالي هو عايز مصلحتك، فأنت بس حاول وأنت برضه يعني مثلًا أنا برضه عشان أدّي لكم مثال، يعني أنا لو أنا إيه، كنت باضيّع وقتي كُلّه وإيه، وقاعد بالعب على طول وفاهم، باصيع على طول مع صحابي وما باعملش أي حاجة في حياتي، وبعد كده جيت أقول لأبويا يا حاج أنا عايز أعمل TEDx event، ما طبيعي يعني فاهم، أنا مش شخص مش responsible أصلًا، فطبيعي يعني مش هيtrust me يعني فاهم، مش هيثق فيّا يعني. فهو لأ، يعني أنت حاول تbuild trust، حاول تورّي له إن أنت فعلًا شخص مسؤول، حاول تورّي له إن أنت فعلًا شخص حاطط يعني مصلحته قدّامه، وعارف هو بيعمل إيه نوعًا ما يعني، أو على الأقل بيحاول يعرف هو بيعمل إيه، فاهم؟ أغلب الأهالي على الأقل يعني لو لقت حوار زي كده، لو أنت عرفت تcommunicate معاهم بطريقة صح، وبتanswer الquestions اللي عندهم، هتلاقيهم يعني متقبلين الموضوع جدًا يعني. و و يعني مش جدًا، أنا برضه أبويا ما كانش جدًا أوي، هو قعد برضه حتى وأنا باقدّم في أمريكا بعد كل اللي أنا عملته ده، كان بيقول لي فاهم اللي هو يعني فاهم، هو حتى أبويا كان أصلًا ضد اللي أنا باقدّم لأمريكا، كان حاسس إن أنا باضيّع وقتي. يعني أنا هاتكلّم برضه عن الحوار ده قدّام بعد شوية، بس يعني بس عادي يعني، اللي هو برضه بتحاول توصل إيه لحتّة في النُص يعني. تمام. خلّينا نكمّل برضه عشان إيه ما نطوّلش أوي في الحتّة دي. آمم، فبس، فأنا كنت قُلت إيه، اللي أنا وصلت لحتّة إن إحنا كنت
كنت خلاص يعني في جريد 12 وخلصت خلاص اترفض يعني ما لقيتش سكولرشيب لاي حته بره مصر وخلاص يعني اللي هو هفضل في مصر ان شاء الله يعني. وبعد كده كنت بقى ايه في الاكتيفيتيز كنت عايز ابتدي تدرس ايفنت عندي في المدرسه. تمام. فقابلت مشاكل مع اهلي شويه ومع مدرسه شويه ولكن يعني الواحد بيتصرف يعني والحمد لله ابتدينا الايفنت. وابتدينا حتى نجيب بقى ناس من بره المدرسه ويعني حاولنا بقى من خلال علاقاتنا احنا ومن خلال برضو العلاقات اللي انا بنيتها في الحاجات اللي انا دخلتها كلها عشان بس تعرفوا ان كل حاجه يعني كل حاجه بالطاي باك يعني فاهم اللي هو ايه. انت العلاقات مهمة جدًا، يعني إن أنت فاهم أي يعني علاقة من واحد عرفته في أول حاجة دخلتها خالص، ممكن تكون فرقت معايا بعدها بسنتين بس فاهم، كنت عايز حاجة واتكلمت أو كنت هو دخل معايا بقى في activity تاني أو هكذا يعني. ما علينا يعني، عملنا الevent يعني وطبعًا ابتدينا بقى وابتدينا نسأل الناس وهكذا وساعتها يعني الحمد لله يعني الevent كان ساعتها يعني نجح أوي يعني أول سنة، وكمان لغاية دلوقتي هو لسه مكمّل يعني، هو دلوقتي آآ هو يعني ما شاء الله هو دلوقتي مكمّل وكل سنة بيجدد نَفْسه يعني، و وبس يعني، ولو يعني لو حد فيكم في مدرسة وعايز يدخل events عامةً أو عايز يدخل TEDx يعني أنا برضه هانصحه اللي هو يدخل ال 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 يcheck out يعني الTEDx club ده يعني، هو اسمه TEDx Youth at ABIS. مش قصدي يعني أعمل دعاية لا ولا لا لا حاجة، أنا ده بس خالص يعني بالعكس. لا لا لا. هو بس يعني حاسس لو ده حاجة ممكن تفيدكم عشان إحنا يعني وإحنا بنبتدي club كان عندنا هدفين يعني، أول هدف أنت في تدرس event عامةً بيبقى فيه زي الevent نفسه، والevent نفسه ده هو إيه، بيبقى في ناس بتيجي تحضر الevent وفي speakers. تمام، بيتكلموا على بقى إيه، أفكار معيّنة يعني ideas worth spreading عامةً يعني. ده أول جزء منه. تمام، وفي جزء تاني هو إيه، الprocess نفسها بقى، إزاي هتنظّم الevent ده، إزاي هتعمل الكلام ده، بتعمل team كامل عشان توصل للfinal day ده. تمام، إمم. فأنا من كانت يعني من الحاجات اللي كنا بنفكر فيها أنا والfounder التاني، هو إن إحنا كنا عايزين نعمل experience للmembers الناس اللي بتorganize الevent يعني اللي هيقعدوا 3 شهور شغالين على الevent، نعمل experience فعلًا هيخرجوا منها يعني developed أو فعلًا مش يبقى اللي هو إيه، مش بس حاجة يحطوها على الCV عشان زي ما قُلت لكم قبل كده أنا ما كنتش باعمل الحاجات دي عشان CV، أنا ما كنتش باعمل الحاجات دي عشان أمريكا، ما كنتش باعمل الحاجات دي عشان يعني أنا فعلًا ابتديت club عشان أنا كنت عايز أبتديه، عشان أنا فعلًا عايز أكبّر الموضوع وأفيد ناس أكتر وفي نفس الوقت زي ما هافيد ناس، هافيد نفسي، فيعني أنا نفسي هاتطوّر برضه فاهمين؟ ف فبس يعني، فدي من الحاجات اللي إحنا كنا مركّزين عليها أوي يعني في الclub اللي إحنا بنحاول نخلّي الmembers يتطوّروا أوي، بنحاول نخلّي الناس كلّها يعني يخرج مش زي ما دخل خالص يعني. ف فI would يعني فعشان كده يعني I would recommend إن أنتم check it out لو تقدروا لو عايزين تدخلوا يعني TEDx event يعني أو بالضبط، TEDx club دي يعني. للناس اللي في القاهرة اللي بتسأل على أي يعني extra curriculars، مش دعاية ولا حاجة خالص، بالعكس ده أنت كده بتسهّل على ناس كتير حاجات يعني، وبالذات الطريقة اللي أنتم بدأتوا بيها TEDx دي ممكن تلهم ناس تانية إن هي تبدأ حاجة شبهكم، عشان في TEDxات كتير أوي في مصر ما بدأوش بنفس الشكل اللي أنتم بدأتوه ده. ف تاني connections، أنا هاخش TEDx هاعرف إزاي TEDx ده بدأ، فممكن أبدأه يا إما في مدرستي أو في organization أنا فيها، إلخ، إلخ. يعني بالعكس أنا سعيد جدًا إن أنت اتكلمت في الموضوع ده. بالضبط، وحاجة برضه مهمة أوي في الحوار ده، عشان في ناس كتير أوي نِفْسها تبتدي حاجات بس بتقول طَب أنا هاعمل إيه، طَب هابتدي إزاي، طَب فاهم، يعني في so many variables وunknowns وفاهم، يعني عشان بس تكونوا عارفين حاجة، يعني ما حدّش وهو بيبتدي حاجة بيبقى عارف كل حاجة، خالص، خالص. أنا يعني الحمد لله ما شاء الله يعني مع نهاية السنة التدرس اللي أنا ابتديته ده يعني كبر أوي، يعني كبر وبقى بيجيب يعني في ناس طلبة من حوالين مدارس حوالين القاهرة كلّها دخلته و ودلوقتي ما شاء الله يعني بقى بيget invited لTraverse which is يعني واحد من أكبر الhigh school summits في الMiddle East عامةً يعني. هل أنا لمّا أنا أسامة ولمّا ابتدى الموضوع ده، هل أصلًا كان بيفكّر إن هو التدرس ده هيبقى كده؟ لأ خالص، أنا بس كنت بادئ حاجة يعني دلوقتي لمّا يعني على الموضوع، حاسس إن أنا كنت فعلًا بادئ حاجة عشان عايز أفيد ناس. تمام، وكنت committed فاهم، فأنت لو أنت بادئ بالنية الصح وأنت committed
وwilling to hustle الدنيا هتتفتح لك يعني، فاهم قصدي؟ يعني اللي هو طبعًا ما كنتش عارف أي حاجة، أنا بس أنا كان عندي background بسيطة طبعًا من خلال الTEDx اللي أنا كنت دخلته قبل كده كmember، فكنت فاهم يعني الTEDx events بتمشي إزاي يعني، بس ما كنتش إيه بقى، ما كنتش عارف هاجيب speakers إزاي، ما كنتش عارف هاجيب sponsors إزاي، ما كنتش عارف يعني الصراحة لأ، في الsponsors كنت عارف شوية من خلال experiences تانية، ولكن يعني في حاجات تانية ما كنتش عارف أوي، فعشان كده بقى بابتدي أform a team تمام، بابتدي أform a team من خلال المعارف اللي أنا عملتها، وبعد ما أform a team باجيب ناس بتكمّلني. ناس أنا مثلًا في الTEDx ده أنا اللي ماسك الحتّة بتاعة الsponsorships والevent والorganization عشان أنا كنت نظّمت Rise Up قبل كده، وكنت نظّمت Maker Faire وكنت يعني نظّمت كذا event قبل كده، ففاهم بننظّم الإيفنتات إزاي الدنيا تمشي إزاي، وصاحبي التاني كان ماسك بقى لحتّة الcontent. صاحبي التاني ده ما شاء الله عليه يعني كان شاب يعني اللي هو وهو صغير يعني كان بيعمل حاجات في مسرح وحاجات زي كده يعني، فهو فاهم بقى في الcontent وفي speaker coaching والكلام ده، فهو صاحبي كان ماسك أكتر الحتّة دي، فإحنا الاتنين كمّلنا بعض، وجِبنا team بقى تاني وجِبنا ناس ويعني وطبعًا يعني الناس دي ما تجيبش أي حد يعني، هات حد مؤمن بنفس الفكرة اللي عندك، يعني أنا برضه دي حاجة أعتقد من الأسباب اللي خلّت يعني بعد كرم ربنا من الأسباب اللي خلّت الموضوع يكمّل، هو إن إحنا كُلّنا في الفريق فعلًا كُلّنا مؤمنين بالvision دي، كُلّنا عايزين نعمل حاجة تفيد الناس، تimpact الcommunity بتاعنا، تعرّف الناس إن في حاجة غير الدراسة، إن الextracurriculars مهمة ودي بتdevelop you. فمش أنا بس اللي كنت كده، مش زياد بس اللي هو صاحبي التاني يعني الfounder كان كده، بس كل الناس اللي جبناها تحتنا كانوا كده، فبعد كده لمّا بقى السنة التانية حد جه يمسك مكاننا، كان برضه الشخص التاني بيفكّر بنفس الطريقة، وبعد إمم. كده وهكذا، وهكذا، وهكذا. فبس وبرضه يعني أنا حابب أقول إن يعني مش كل الناس هيبقى عندها الresource ده برضه، يعني في ناس مش هيكون عندها برضه العلاقات أنا شايفها أهم resource actually يعني أهم resource ممكن الواحد يكون متاح عنده عشان يعرف ينجح في حاجة زي دي. مش كل الناس هيبقى متوفر لها حاجة زي دي وعادي، يعني أسامة قال في أول الpodcast episode دي إن مش كل الناس هتبقى شبهي، actually ما فيش حد هيبقى شبهي، ودي باحب أكررها في كل حلقة. آمم الopportunities اللي أُتاحت لأسامة مش هتكون متاحة لحد تاني، وأنت يمكن عندك opportunities متاحة لك دلوقتي ما كانتش متاحة لأسامة. فهي النقطة دلوقتي إن إحنا ما نحطش نفسنا برضه في القالب بتاع اللي هو أسامة عمل كذا ونجح فيه، يبقى أنا هاعمل كذا ده عشان هو ده الطريقة الوحيدة للنجاح. That's not really the case. طيب عظيم، يبقى إحنا كده يعني دخلنا في TEDx، خلصنا TEDx، ضبطنا extracurricular activities كتيرة. what's next؟ إزاي بقى جات أمريكا أصلًا وإزاي سافرت أمريكا وهكذا، تمام. اللي حصل بقى ساعتها اللي أنا كان فاضل لي 3 أسابيع يعني والّا لأ، خلّينا نجيب الفكرة برضه عشان أهمية العلاقات، تمام. من وأنا في تانية ثانوي، تمام، كنت باخد درس computer science، تمام. يعني اللي حصل بالصدفة إن هو كانش في الIG أنت بناخد زي مواد مختلفة يعني، تمام. فأنا كنت واخد مادة computer science وهي كانت مادة جديدة أوي، فما حدش في المدرسة عندنا كان بيدرسها، فاضطريت آخد درس فيها برّه. ففي الدرس اللي خدته برّه قابلت واحد صاحبي اسمه هو actually يعني fun fact هو صاحبي ده هو أصلًا اللي أرشدني لعمر، يعني هو اللي قال لي قبل كده، هو اللي وصّلني بيك، هو محمد أيمن. وساعتها أنا كنت قابلته في الcenter يعني في الcenter ساعتها، هو ما شاء الله كان هو يعني كان شاب بقى من شباب الIOI يعني هو مش IOI بس قصدي يعني من شباب الinformatics Olympiad والكلام ده يعني. فكان في الclass كان ما شاء الله كويس أوي وفاهم أوي الدنيا، وأنا برضه كنت شخص شاطر يعني، أنا كانش عندي background خالص في الCS ولكن يعني كنت شخص مجتهد يعني عامةً أو اللي هو باحاول يعني أفهم وأتعلم وهكذا يعني. فيعني اتعرّفت عليه، كنت باقعد دايمًا معاه واتعرّفت عليه وبقينا بنروح سوا ونيجي سوا ونمشي وهكذا يعني. وبرضه اكتشفت إن هو برضه بياخد 3 A levels وبرضه نِفْسه يسافر بس إحنا الاتنين كُنّا في نفس الحتّة، اللي إحنا مش عارفين هنسافر إزاي، تمام. يعني إحنا عايزين نسافر ولكن طَب إيه نظام كندا، طَب ما فيهاش scholarships، طَب ده بتعمل إيه، هكذا يعني، تمام. إمم. اتعرّفت عليه ساعتها وكذا، كذا، كذا. الكلام ده كان قبل ما إيه اللي تقدّم حصل والّا بعد ما قدّمت على كل الجامعات دي ويعني مش اترفضت بس ما جالكش scholarship فيها؟ في وسط الprocess دي قبل ما اترفض من كل الجامعات دي يعني.
فاتعرفت عليه يعني قبل ما اترفض قبل ما يجي لي سكولرشيب في كندا وانجلترا. وبعد كده طبعا فضلنا يعني كونكتد، احنا صحاب عادي يعني. أنا لغايه دلوقتي هو لسه ما شاء يعني الحمد لله من اكتر صحابي في امريكا وفي مصر يعني، ومن اقرب الناس ليا يعني. آه بس يعني ايه اللي حصل بقى ساعتها؟ ايه ان انا خلاص بقى خلصت الدنيا وبخلص ثالثه ثانوي وجاهز هدخل الجامعه ان شاء الله بعد 3 اسابيع، وهدخل هندسه وتمام تمام تمام. لقيت صاحبي اللي هو محمد ايمن ده بيكلمني. يعني كنت بتكلم معاه بيقول لي ان هو دخل كلاب اسمه السي سي سي، تمام. فهو ايمن ده هو كان في السي سي سي. ف فبعد كده قال لي بقى يعني فهمني شويه بقى البروسيس، فاهم؟ قال لي بقى على امريكا والدنيا بتمشي ازاي في امريكا، وقال لي فاهم السكولرشيبس وبلا بلا بلا. طيب برضه عشان لو حد ايه يعني ما حدش بيقول يعني لازم يبقى عندك كونكشن في السي سي سي، لا يعني عمر دلوقتي واليوتيوب شانل بتاعته هي هتقول لك كل حاجه، هي حرفيا يعني. انا ساعتها بس ما كانش عندي الريسورس ده يعني. ما شاء الله انتوا دلوقتي اي حد بيقدم لامريكا ومعاه يعني ريسورس زي يوتيوب الشانل بتاعت عمر، دي حاجه يعني كنز يعني. انا لو منكم اثبت فيها ايه بايدي واسناني يعني. اللي هو ما شاء الله كل حاجه اكسبليند. هو صاحبي بيزيكلي اللي عمله لي هو كان زي كانه زي عمر يعني. هو ساعتها بس كان بيقول لي الدنيا بتمشي ازاي، البيت بقدم على الجامعات ازاي، بشوف الجامعات اللي بتدي 100% بتميت 100% اوف فاينانشال نيد ازاي، يعني الكلام ده كله يعني. فيعني قعدت بقى بتكلم مع صاحبي وفهمنا الدنيا دي يعني. وبعد كده ده كان قبل ما ادخل هندسه ب3 اسابيع. الصراحه الموضوع ايه اللي هو ايه جه في بالي كده، قلت فرصه تانية للستادينج ابرود مش هافوّتها، فاهم؟ أنا الموضوع طبعًا يعني حطّوا نفسكم مكاني ساعتها. أنا واحد لسه إيه، لسه مخلّص IG طالع من 4A levels مدعكة، تمام. وأصلًا آخر سنة دي كنت قعدتها كلّها extra curriculars، وكنت فاهم اللي هو يعني أنا كنت يعني شِبه burned out أوي يعني. بس في نفس الوقت وداخل بقى هندسة مرحلة جديدة وحاجات أصعب، وفاهم هندسة بقى والعيال أصلًا بتقول إيه، بتصوّت من إعدادي هندسة وفاهم اللي هو يعني الدنيا إيه. آآ يعني فاهم اللي هو الدنيا كده يعني. بس الصراحة قُلت فرصة وجات لي، يعني إيه، أكون عبيط لو فوّتّها. اللي هو قُلت بُص، أنا يعني حسبتها كده وحسّيت إيه، ما كنتش متأكد أنا هل whether I have يعني a fair chance of getting in والّا لأ. بس قُلت بُص يعني هي opportunity شكلها كويسة، فخلاص يالّا بينا. يالّا بينا إيه، يالّا بينا دي بقى معناها إيه، اللي أنا لسه محتاج آخُد الSAT 1، محتاج آخُد الSAT 2، ومحتاج آخُد ومحتاج بقى أبتدي أعرف أصلًا أكتب essays إزاي، محتاج بقى أشوف بقى الrecommendation letters دي بتقول إيه. محتاج بقى أشوف هم هناك بيقدّموا يعني أعمل بقى mycology list يعني محتاج أشوف كل الapplication process. الكلام ده كان إمتى؟ الكلام ده كان في أول شهر 9، اللي هو حرفيًا والadmission process كانت إمتى؟ كان الdeadline في أول شهر 1. فأنا باقول إيه، اللي أنا عايز آخُد SAT 1 وSAT 2 وأبتدي أكتب essays و ولسه أعمل extra curriculars. كل ده في 3 شهور تقريبًا، 3 شهور ونُص والّا حاجة. وفي نفس الوقت أنا إيه، أنا باعمل هندسة. وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت مع هندسة أنا يعني كنت لسه باعمل extra curricular activities ولسه كنت في كام club يعني، ما كنتش عايز برضه يعني أسيبهم يعني. ف بس يعني قُلت يالّا بينا يعني. فدخلت في الموضوع ده. وبعد كده ابتديت أعرف يعني ابتديت بقى أخدت الSAT في 3 أسابيع بس يعني. كنت ذاكرت للSAT لوحدي في 3 أسابيع، وبعد كده دخلت أول مرّة SAT، تمام. ده كان في أول أسبوع ليّا بعد ما دخلت هندسة. طبعًا أول أسبوع هندسة ده أنا ما كنت إيه، ما كنتش باعمل أي حاجة، أنا كنت مش معاهم في هندسة، أنا كنت بس باذاكر للSAT، تمام. آآ كنت باذاكر للSAT، دخلت الامتحان من هنا، للأسف جِبت score يعني وِحِش أوي يعني، أو score يعني أقل بكتير من الaverage اللي المفروض أجيبه عشان أتقبل يعني. طبعًا لكم أن تتخيلوا أنا واحد أصلًا كنت قعدت شهر كامل يعني إيه، كل أصحابي اللي هو خلاص بقى داخلين الجامعة بيتشِل قبلها قبل ما يدخلوا إيه الsprint ال5 سنين بتاع هندسة ده، وكلّهم بيصيّفوا فاهم، يعني بيقضّوا حياتهم قبل كده. وأنا لأ، قُلت هاختار إيه، اللي أنا أقضّي حياتي أذاكر للSAT في ال4 أسابيع دول. وفي الآخر
I bombed the exam يعني فاهم الاخر اللي انا بوظت الدنيا. فبجد ساعتها برضو كان خرجت من الامتحان ساعتها انا بجد كنت حالتي النفسيه كانت وحشه قوي، كانت من اكبر المشاكل عندي في السات تقريبا. يعني الكلام ده برضو كان من 3 سنين فمش فاكر قوي، ولكن اعتقد كان حوار الوقت، كنت حاسس ان انا ما كنتش سريع كفايه. ففاكر ساعتها ان انا تقريبا يعني ما قدرتش اخلص في الوقت، فطبعا ده بيأثر وهكذا يعني. هو ساعات فاللي امتحان هو خرجت فلاد جدا عامة، يعني أنا مش بحب الناس تحدد قيمتها وذكائها ومستواها الدراسي بيست على امتحان بيتارجت سيت اوف سكيلز معينة هتبقى عند أشخاص معينة، و it doesn't test actually أنت كويس ولا لأ كطالب أو كمستوى دراسي أو ذكاء أو فدي حاجة يعني كومنت كده عابر سريعا يعني حبيت أقوله عشان الناس ما تحطش على نفسها فوق طاقتها يعني في حاجة زي دي. أهو أنتوا زي ما أنتم بالظبط. شايفين أسامة ما شاء الله يعني شخصية ناجحة جدا وذكية جدا، وخيشت في اول امتحان اس تي دخلتها يعني، فده طبيعي يعني مش حاجه out of the ordinary يعني. بس بس فايه خيشت في الامتحان، واللي هو كنت خارج بقى خلاص يعني اللي هو كنت فاهم عارف انت اللي هو ايه المود بقى اللي هو خلاص بقى فاكس بقى سفر فاهم اللي هو يعني يا عم ده انا ضيعت السات، يعني برضو السات ساعتها يعني مهم برضو. بس دلوقتي انا مش عارف الدنيا ايه عشان السات بقى اوبشنال، بس يعني ساعتها كان لا كانش اوبشنال. فكان برضو ايه اللي انا اجيب يعني سكور وحش قوي زي اللي انا جبته ده كانش يعني خلاص يعني. فكنت اللي هو كنت حتى بفكر هل اقدم اصلا ولا لا، طب ما اعملش، طب فاهم اللي هو خلاص بقى وصلت الحته اللي هو يعني طب ما انا في هندسه، طب وابويا بقى بيقول لي يا ابني ما ايه اللي انت بتاخد سات ايه انت عبيط ولا ايه يعني فاهم انت لسه داخل هندسه وما شاء الله داخل هندسه من يعني من اتقل الهندسات في مصر، يعني ما تركز عشان ايه تبتدي بدايه حلوه كده بدل ما انت قاعد مقضيها لي بتذاكر الحاجات بتاعت ثانوي يعني. ف وطبعا يعني ايه في النص كده بقى بتسمع كومنتس من الناس بقى بتقول لك يعني ايه اللي انت بتعمله ده فاهم كله بيأدب كده تحس ان انت خلاص بقى مفاكس يعني. فاللي فاكر ساعتها كنت بتكلم مع ناس كتيره قوي. كنت بتكلم ساعتها مع واحد في ستانفورد. يعني كنت بتواصل معاه يعني وبساله اسئله على الابلكيشن وهكذا يعني. فقلت له على اللي انا بعدي بيه والدنيا وكده، فالصراحه هو شجعني قوي ان انا اكمل يعني. قال لي لا انت ما شاء الله السكورز بتاعتك بتاعت الاي جي كويسه وكذا كذا كذا، انا لو منك give it another try في ديسمبر وسيبها على الله يعني. فقلت خلاص هعمل كده. ديسمبر ده اللي فيعني هو ايه انت في ناس اوريدي قدمت يعني في ديسمبر انت في ناس اللي هي الايرلي ادميشنز اوريدي قدموا خلاص. بالظبط. انا كان نفسي اصلا اقدم ايرلي، بس بعد كده اللي هو يعني لقيت ان انا معيش اي حاجه، معيش ولا اسايز، معيش ولا سات، معيش حرفيا معيش اي حاجه. فاللي هو قلت خلاص لا ايه طب ايه نخلينا في ديسمبر، نخلينا في الريجلر ونسيبها على الله تمام. فبعد كده طبعا دخلت بقى السات 2 في نوفمبر. وللاسف بقى السات 2 كان جه في وقت كان عندي ميد تيرمز في الجامعه تمام. واللي هو ايه انا يعني واحد كنت فاكس للجامعه كلها اصلا عشان كنت مركز بقى بفهم بقى اصل انت عشان تفهم الابلكيشن بروسيس لازم تفهم بقى الجامعات وبيدوروا على ايه، وتقرا بقى في الريدت ثريدز فاهم بقى الحاجات دي، وتفهم طب how to write a college how to write a personal statement الحوارات دي كلها كانت very time consuming يعني. بس فاللي انا اصلا كنت فاكس للجامعه كلها، فيعني لو ما كنتش شديت في اسبوع الميد تيرمز ده انا كنت هسقط يعني. فاللي هو يعني سديت في اسبوع الميد تيرمز في الجامعه وفكست قوي للسات 2. فطبعا برضه دخلت وبوظت يعني بجد بوظت الدنيا قوي في سات 2. وبعد بقى ما بوظت الدنيا في سات 2 انا بقى قلت خلاص السات دي ايه الكار ده مش كوري فاهم اللي هو يعني امريكا دي يا عم فكك يعني ايه انا شخص مش بتاع سات. وانا فاكر انا حتى قعدت افكر في الحوار ده في السات بيبقى فيه زي ايه سيكشن اول كده، بعد كده فيه بريك، بعد كده فيه سيكشن تاني. انا كنت هبلت الدنيا في السيكشن الاول في السات 2. بعد كده قلت بقى ايه في نص الامتحان كده لما دخلت ايه الحمام وبشرب ميه وبتاع قلت ايه يعني شكلها ما فيهاش يعني فاهم اللي هو يعني لا ما فيهاش. بس طبعا يعني رجعت كملت امتحان وخلاص. وبعد كده برضه ايه رجعت وكلمت بقى صاحبي ده تاني، وبرضه قال لي يعني قال لي لا يعني السات 2 بالذات عشان انا برضه برضه كل واحد اللي يبقى فاهم دنيته عامله ازاي. انا برضه كنت اي جي فكنت واخد مواد اي ليفلز، فنوعا ما كانت بترفلكت اللي انا عندي النولج دي شويه يعني. يعني السات 2 كان اسهل بكتير من الاي ليفلز اللي انا كنت واخدها اوريدي، والحمد لله كنت عامل فيها كويس يعني. فقلت خلاص انا هقدم من غير السات 2 اصلا عشان هو كان اوبشنال.
وهكمل. كملت وبعد كده ديسمبر برضو كان بقى ساعتها بقى المدعكه والايسايز والبتنجان وكذا كذا كذا، ويعني اللي هو حليت لي كام امتحان سات 1، واللي هو قلت ايه هدخل وخلاص وسيبها على الله يعني، عشان يعني ده اللي كان طاقتي ساعتها يعني، عشان برضو كنتش عايز اسقط في هندسه فاهم يعني، ما افرض ما سافرتش، ما انا برضو مش يعني مش هضيع الدنيا كده يعني. ف فبس يعني بعد كده دخلت سات 1 في ديسمبر، والحمد لله يعني خليت امي تدعي لي والله. اعتقد هو ده السبب الاساسي ربنا يخليها اللي لك. خلاني اعمل كويس يعني، الحمد لله يعني. دخلت ساعتها والحمد لله عملت يعني كويس قوي يعني. آم، آم، وبس يعني عملت جبت سكور كويس الحمد لله في مرحله ديسمبر، في الديسمبر ترايل. وبعد كده بس بعد كده بقى قدمت في الامريكا. و امتى بقى الكلام ده؟ يعني انا طلعت الدرجات مثلا في نص 12، بعد كده بقى الديدلاين ايه في اول واحد. فلك ان تتخيل بقى السبرنت اللي انا فيه بقى، فاهم اللي هو يعني برتب بقى كل ايسايز، يعني كنت عايز اقدم ل 20 جامعه وبقى وبرتب ايسايز وسبلمنت ايسايز وكان في حاجات كتير قوي بتحصل. وبرضه خلي بالك في نفس الوقت انا شغال فاهم في هندسه في النص. في هندسه موجوده والمواد صعبه وفي نفس الوقت برضه كنت لسه برضه في كام اكسترا كريكولر كده. يعني كانت الصراحه من اصعب الفترات اللي عديت بيها في حياتي يعني، هي فتره يعني من شهر 12 لشهر 1، اللي هي اخر فتره كده يعني قبل الديدلاين بتاع الادميشن يعني. بس يعني الحمد لله يعني، يعني اللي هو شديت قوي فيها والحمد لله يعني فتره وعدت يعني وبس. وبعد كده بقى فضلت مستني ال فضلت بقى مستني يعني اسمها ايه الديسيجنز يعني. وبعد كده والحمد لله يعني اتقبلت في اوبرلين كوليدج وانا هنا دلوقتي يعني. امم بس جميل. جميل. قصة يعني مليئة فيها ups and downs وانت اساسا ما كانش في دماغك سفر وفجأة بقى في دماغك سفر definitely مش التراك الطبيعي المتعارف عليه، اللي هو انا فكرت فرحت الCCC فتعلمت فسافرت مش عارف ايه. وتاني يعني I think ان الناس خلاص وهي بتسمع البودكاست دلوقتي بقى في يعني زي pattern، ان مفيش pattern. تمام، ان كل واحد ليه قصته وحتى لو يبان ان في تشابهات ما بين القصص، اللي هو انا عملت كذا وكذا وكذا وسافرت، هو كمية الحاجات اللي ما بتقالش في النص. وانا عجبني ان يعني اسامة النهارده ركز معظم كلامه على كل الحاجات اللي عملها قبل بقى يعني هو قال يمكن نتكلم عن الموضوع اللي هو ذاكرت وامتحنت وسافرت، اتكلم فيها في تقريبا 10 دقايق ولا ربع ساعة، عشان فعلا هي يعني ده المفروض الحاجة زي يعني الحتة دي من التقديم تاخده. معظم الحاجات التانية بتبقى اللي هو افيجر اوت ازاي اقدم اصلا الاكسترا كوريكولر اكتيفيتيز دي عاملة ازاي اوصل ليها اساسا، ازاي اقنع اهلي، ازاي كل الصعوبات اللي في النص دي هي الناس مش بتتكلم عليها، وانا سعيد ان انت دخلت فيها يعني بكل ديتيلز. وبجد يعني اتعلمت كتير منك النهارده اصلا، يعني ما انا ما كنتش اعرف احنا برغم ان احنا اتكلمنا كتير قوي طبعا كان في حاجات كتير قوي ما كنتش اعرفها عن مسيرتك يعني والاكسبيرينس بتاعك، واتس فاسينيتنج يعني. عجبني قوي بالذات فكره الفوكس بتاعك على العلاقات، عشان ناس كتير قوي مش بتركز في اهميه حاجه زي دي بشده الا يمكن بعد ما تخش جامعه، وكمان بعد ما تتخرج من الجامعه. وفي ناس they actually never figure الموضوع ده out يعني. بس فبشكرك جدا يعني. ربنا يخليك. انا بس كنت يعني لو هل عندنا وقت اقول كنت عايز ارفلكت على حاجه سريعه يعني. definitely yeah. تمام. زي ما عمر قال كده كده العلاقات مهمه قوي يعني، محدش ودي مش بس في الادميشن يعني، لا ده في الحياه يعني. زي ما قلت لكم قبل كده انا الستارت اب اللي انا دلوقتي بعملها وعشان عملت الحوار ده كله ابتدى ازاي، اللي انا بس كنت علاقتي كويسه بالمعيد بتاعي في كلاس كمبيوتر ساينس في الجامعه. انا بس كنت علاقتي كويسه معاه وكنت ايه لو بتكلم معاه على يعني صاحبته، بعد كده قعدنا نتكلم شويه على البيزنس وبتاع وبلا بلا بلا. فبعد كده بقيت في دماغه. ف وحاجات كتيره زي كده. انا برضو في دلوقتي ناس صحابي يعني مثلا تيجي فرص وانا بديها لهم ليه يعني، مثلا بتيجي فرص وبديها لهم عشان هم في دماغي يعني. انا لسه حتى في ناس في مصر لما بتيجي فرصه هنا مثلا في امريكا او جايزه مثلا معينه اقدر اخليهم يشتغلوا بيها او هكذا،
بعمل كده لسه، والناس دي عشان لسه علاقتنا مع بعض كويسه ولسه بيمنتين الريليشن شيب، فالموضوع ماشي وهم على طول في دماغي، يعني اول لما تيجي حاجه ببعتها لهم على طول يعني. فبس دي اول حاجه. تاني حاجه كنت عايز بس ارفلكت سريعا على حوار الادميشن بروسيس عامه والتقديم للجامعات بره والحوارات دي كلها. يعني احنا الحياه مش بيرفكت، ما فيش حد في حياته عامه كل حاجه ماشيه زي ما قلنا، يعني زي ما انت شفتوا في القصه ما فيش حاجه ماشيه according to plan. كل حاجه بتبقى فيها في ups downs، يمين شمال فوق تحت، كل الكلام ده. وكلنا بنفشل حاجات كتير. ممكن انا مثلا الفشل يعني او الحاجه يعني اللي ما مشيتش معايا هي اللي انا ما قدرتش اروح جامعه مثلا انا في الاول كنت اصلا كانش في دماغي اصلا امريكا. انا كنت هدفي يعني كان ان انا اروح يا كندا يا كندا يا اسمها ايه يا انجلترا. وحاولت المانيا في النص وفكست، والثلاثه فكسوا يعني في الاخر يعني. تمام. وبس بعد كده كملت. ويعني لما بريفلكت على القصه ايه اللي حصل؟ اللي انا اوريدي كنت واخد 4 A levels. تمام. انا اوريدي كنت عامل اكسترا كيركولر اكتيفيتيز كتير. انا كنتش عاملهم عشان التقديم، كنت عاملهم عشان انا يعني عايز اعملهم. تمام. اوريدي كنت عامل الحاجات دي اوريدي، كان يعني كنت اوريدي اشتغلت جامد قوي. فحتى لما اول كام حاجه انا كنت بشتغل عليهم فكسوا، لما جات لي فرصه 3 اسابيع قبل ما ادخل جامعه، لما الفرصه دي جات لي في طريقي، هي دي بقى ايه اللي انا كنت بتكلم عليه في قبل كده، اللي هو اللك لما يجي لك، اللي هو انت دي كانت حته الحظ بتاعتي، اللي هي جات لي فرصه ان انا واحد صاحبي ان انا عرفته من درس قال لي على البروسيس بتاع التقديم بتاعت امريكا. فلما قال لي انا كنت اوريدي جاهز، بس ايه دوست يعني اللي هو البنزين زياده في الحته دي، وخدت لي السات واتكلت على الله وفاهم، والحمد لله ربنا كرم يعني. فهي دي الفكره. يعني انت حتى لو اللي انت شغال عليه دلوقتي ما جالكش، اللي انت شغال اصلا اللي انت شغال اصلا وبتطور في نفسك وبتعمل حاجات وبتدور وكذا كذا كذا، لما تجيلك اللاكي مومنت او لما تجيلك الاوبورتيونيتي دي ان شاء الله هتشوفها، مش هتباس اب. يعني انا لو ما كنتش جاهز وواخد 4 ليفلز، يعني لو كان صاحبي قال لي على امريكا كنت اقول له تمام يعني فاهم، كنتش هقدر اعمل حاجه عليها وخلاص، كنت ساعتها كنت خلصت الدراسه، خلصت الثانوي. فهي دي الفكره يعني. وطبعا الموضوع ده ممكن في قصتك انت ممكن تكون مختلف تماما، يعني كل واحد قصته مختلفه. يعني انا مثلا يعني فاهم، انا مثلا كنت واخد فور 11 مثلا. ممكن واحد دلوقتي يسمعني يبقى هو اي جي وفي ثانيه ثانوي او ثالثه ثانوي بس ما خدش فور 11، يقول لا يعني مش ده قصدي. يعني قصدي يعني اللي هي دي معايا مشيت كده معاك انت، لو انت جهز نفسك بقى في حاجات تانية وتقدر فرصه تانية تجيلك يعني ان شاء الله يعني. بس وغير كده ايا كان الجول اللي انت بتشغل عليه، حاسس يعني جالك او ما جالكش، يعني قدرت تحققه او ما تحققهوش، فالبروسيس يعني الليرنينج اللي بتطلع منه من البروسيس خطير. يعني انا كأسامة بعد ما عديت بالادميشن بروسيس وبعد ما كذا كذا كذا، قعدت ارفلكت كده قبل ما اسمع من الجامعات يعني الديسيجن. ولا يعني انا لقيت ماي مايند سيت اتغيرت 180 degrees، يعني اللي هو بقيت بفكر بطريقه تانية خالص. بقيت بفكر بطريقه تانية خالص. بقيت طموحاتي مختلفه، بقيت عايز اعمل حاجات تانية، بقيت فعلا بقى جوايا حته اللي انا عايز اعمل تغيير في either in my community او عامه يعني بشكل اكبر. فلا يعني هي يعني انتوا اسعوا واعمل كل اللي عليك وتنطط وشوف يعني يعني فاهم ابواب من ورا وابواب من فوق ومن تحت ومن يمين وشمال وكل حاجه. وفي الاخر يعني جت الحمد لله، يعني خير وبركه. ما جاتش، البروسيس علمتك كتير، والتعليم ده واللي انت مريت بيه ده هيأثر معاك في حياتك بشكل كبير جدا ايا كان اي طريق تاخده بعد كده يعني. فهي دي بس الايه الاهم بوينت حاسسها عايز اقولها للناس، يعني ان هو يعني انا حتى لو لا قدر الله ما كنتش سافرت امريكا، لا يعني اللي انا عديت بيه ده كله كان هيخليني شخص تاني طول حياتي يعني.
هيخليني شخص تاني. حتى لو قعدت في مصر ان شاء الله كنت هبقى برضه بعمل حاجات تانية مختلفة، بعمل كذا كذا كذا. ف ما فيش يعني ايه، مش يا اما اوصل الجول ده يا ما فيش، لا يعني انت جول وبتسعى له، بس الليرنينج اصلا بيحصل في النص، يعني في البروسيس. هي البروسيس هي ال 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 اللي انت بتتطور فيها واللي انت بتغير نفسك فيها يعني. أسامة والله words of gold و I think it's a perfect يعني note to end the episode on. وأنا متأكد جدا إن الناس عايزة تعرف أكتر عن مسيرتك بقى بعد ما سافرت هنا، وأنت you've teased الموضوع الستارت اب ده كذا مرة، وإنك عملت ستارت اب هنا، ومتأكد إن أكيد في ناس كتير هتبقى عايزة تعرف أكتر إزاي بدأت ستارت اب وتعلمت منها إيه والكلام ده كله. فأكيد دي مش آخر حلقة هنسجلها مع بعض، وانا اكسايتد جدا نتكلم. انا شخصيا بصراحه انا عايز اعرف اكتر عن الموضوع ده يعني. we haven't had the chance ان احنا نكاتش اب بقالنا كتير. فيا اكسايتد جدا الحلقات الجايه، وميرسي جدا 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 على وقتك النهارده. متاكد الناس كتير قوي هتستفاد. حبيبي عمر والله انا يعني استمتعت اللي احنا اتكلمنا سوا، وان شاء الله مش اخر حلقه يعني. ان شاء الله. شكرا انكم خدتوا وقت من يومكم عشان تسمعوا الحلقه دي. لو الحلقه دي عجبتكم يا ريت تعملوا ريتنج، ويا سلام لو ريفيو ليها على اي منصه انتوا بتسمعوا عليها البودكاست. وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش اي حلقه في المستقبل. ولو انت او انتي حد سافر وحابين تشاركوا قصتكم مع الناس، يا ريت تبعتولي على الانستجرام، وهيكون شرف ليا اني اتكلم معاكم. وبرضه لو تعرفوا اي حد شايفين ان قصته هتساعد الناس، يا ريت تقولوا لهم يبعتولي. مستنيكم في الحلقه اللي جايه يا اصدقائي. سلام.